الإنسان إما أن يقارن بين نفسه ونموذج مثالي في عقله، يقول المفروض، ويكثر عنده كلمة المفروض أسوي كذا، المفروض. طيب هذا المفروض وشو؟ شيء في ذهنك، شيء في ذهنك، هذا اللي في ذهنك ليس واقعا، فلا لا تقارن به، ليس صحيحا. يقارن نفسه بنموذج آخر، باء، ألف مع باء، وهذه مقارنة خاطئة، لأن باء مختلف عنك، وبالتالي ظروفك غير ظروفه. 3، يقارن الإنسان نفسه. طيب إيش المقارنة الصح؟ قارن أنا بقبل. بالضبط، هذه أكثر مقارنة خاطئة منتشرة، أن يقارن الإنسان نفسه بما كان، أين كنت وأين أصبحت، ويصفق نفسه. لا، أنت وين كنت؟ طيب أنت الآن، هل أحمد الآن نفس أحمد قبل سنة؟ لا، مختلفين. إيه؟ لا تقارن، خطأ. ما كان يطلب منك قبل سنة ليس المفترض أن يطلب منك الآن. صحيح. لكن إذا صرت تمارس ما تمارسه قبل سنة أنت غلطان، فالمقارنة خاطئة. أنا غير. أنا أعطيك مثال، أحمد قبل القناة كان يروح يزور فلان ويشوف وكذا كذا كذا كذا، الآن مع الانشغال. طيب أجي أقول يا الله أحمد كنت أول تعطينا واجه تجلس معانا، الحين ما تجلس معانا، هل هذه مقارنة صحيحة؟ أنت مختلف الآن، ولأنك مختلف لا يجب أن تقارن. هذه خاطئة وهذه خاطئة. طيب لو كانت نسبة الاختلاف بسيطة، طالما فيه اختلاف فالمقارنة هنا أصلا ما تجي. طيب إذن أنا قارن نفسي بإيش؟ صح، قارن نفسي بإيش؟ قارن نفسك مع نفسك بما ليس في الماضي، ولكن بما تستطيع أن تفعل. كيف؟ ما فهمت. مثال، أنا مثلا أعطيك مثال، أنا منضغط الآن في صناعة المحتوى. جميل. في باور. حلو. هل أنا أحمد اللي قبل؟ لا. فما أقدر أتواصل مع قاربي زي أول، أو أحضر كل المناسبات. ما أقدر مثلا أسوي رياضة ولا أقرأ كثيرا، ما أدري عاد وش اللي كنت تسوي مثلا أول. أنت ما عاد تقدر، صح؟ طيب أنا أقارن نفسي بما يمكن أن أفعل. طيب وش هذا اللي يمكن أن أفعله؟ إني أنتج شغل أكثر من الأشياء المطلوبة مني. مثلا هل أقدر، صح أني ما أقدر أزورهم في بيوتهم وأحضر مناسباتهم، بس أقدر أرسل رسالة. صحيح. أقدر أرسل هدية. صحيح. ليش ما سويتها؟ أنا غلطان هنا. مو غلطان لأني ما كنت زي أول، لا، غلطان لأني ما قدرت أسوي اللي أقدر أسويه وما سويته. أبدأ أقارن نفسي ليس بما كنت عليه، ولكن أقارن نفسي بما أستطيع أن أكون عليه. هذه المقارنة قد تكون مقارنة صحيحة. فيما عداها لا، أنت قاعد تقارن بين أشياء مختلفة وقاعد تؤذي نفسك من خلالها، أو تخدع نفسك من خلالها، أنك تقارن بشيء قديم وتقول الحمد لله أنا كويس الحين لأني أول ماني بكويس، إذن أنا الآن كويس. وهذه مقارنة قد أيضا لا تكون مقارنة حقيقية. بوضح لك بشكل أكثر. اختر 2 من الشباب، إبراهيم وفهد. وين فهد؟ هذا فهد. طيب إبراهيم وفهد، تمام. إبراهيم قطع 10 كيلو في ساعة، وفهد قطع 10 كيلو في ساعة ونص. مين أفضل؟ اللي قطعها في ساعة. اللي قطعها في ساعة. طيب إذا إبراهيم أفضل، صح؟ نعم. إحنا قارنا إبراهيم الأفضل. أفضل لأن هذا ساعة وهذا ساعة ونص. وإذا قلت لك إن هذا قطعها في مضمار مجهز وهذا قطعها في نفود، اللي في نفود صار هذا أفضل، صح؟ إيه. طيب وإذا قلت لك إن هذا كان وزنه 90 وهذا كان وزنه 30، من أفضل؟ هذا. وإذا قلت لك إن هذا كان عمره 23 وهذا كان عمره 74، من أفضل؟ 74. كل ما اكتشفنا اختلافات صحيح. اختلفت المقارنة. صحيح. في أشياء ما يعرفونها الناس، في أشياء اختلف الحكم. فما أجي أقول والله هذا أفضل ولا هذا أفضل ولا هذا أفضل ولا هذا، ولا أنا أفضل ولا هذا أفضل. هذا له ظروف وله قصته ومعاناته وتوفيق الله عز وجل له وظروفه، وأنا مختلف تماما، ولأنني مختلف لا يجب أن أقارن نفسي به أبدا. واضحة جدا الصورة. طيب أبو بدر، نختتم فقرة صناع المحتوى بشكل عام بسؤال، نبي وصايا لصناع المحتوى اللي يشاهدون واللي بيصير واللي يفكر انه يكون صانع محتوى. ايش تنصحنا؟ ايش توجهنا؟ يعني بقول شيء انا احتاجه. ايوه، اول شيء
صانع المحتوى يمر بمجموعة خلينا نقول محطات سلوكية في سلوكه. أول شيء يمر بمحطة الطفولة في صناعة المحتوى، وهي محطة جميلة. يقول كل شيء، يفرح بكل شيء، يدين الفضل لكل أحد، ويذكر الناس ويشكرهم، ولا ينسى فيها اللي تعاونوا معه. بس يكبر شوي، تجي مرحلة المراهقة في صناعة المحتوى. مراهقة في صناعة المحتوى يبغى يصير هو الأفضل والأقوى. والمراهق الآن لو يقول له أبوه وينك رايح مع واحد ما يفصح. الطفل يعلم اسم أمه وأخوانه ويجيب العيد كله، يفصح. إذا كبر صار مراهق، صار وين رايح مع واحد، وين رحتوا قريب، كل شيء يبني المجهول. صانع المحتوى المراهق يبدأ ينسى الناس اللي دعموه، ينسى الناس اللي معه في بداياته، لا يذكر فضل لأحد، يبغى ينافس الآخرين، لا يسمح أصلا حتى للجمهور أنه يساعده في محتواه أو أنه ينتقده، مرة يتضايق من النقد. عملية مراهقة، اللي يحب يفوز، يحب يكون الأضواء كلها عليه. هذه عملية المراهقة في صناعة المحتوى. ثم يعبرها إلى منطقة النضج، يكون هادي ناضج، تلقى التعليقات الساخرة بهدوء، يصبر على جمهوره أكثر، يفرح بنجاح الآخرين، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة. ثم يتحول من الناضج إلى الخبير، يقلل من ظهوره. ما في شيء يستحق القتال، ما في شيء يستحق المزاحمة والمدافعة والمراغمة. ما ينقل تجربته بكل حب وشفافية وتفاني للآخرين. يبدأ يبيع بالجملة، ما عاد يبيع بالتجزئة. كيف يبيع بالجملة؟ يحب يأثر في المؤثرين وليس يأثر في الجمهور. يوصل هذه المرحلة من النضج ومن تصدير المعرفة والأثر والخير. هذه محطات سلوكية يمر فيها الإنسان. طيب كم يقعد في الطفولة؟ الله أعلم، كل إنسان وتوفيق الله عز وجل. في ناس يعني يستغرقون وقت طويل جدا في المراهقة والمناكفة والصراع والأحسن والأفضل، وفي ناس يعبرونها بهدوء. على المستوى الشعوري يمر أيضا ب4 مراحل. قبل شوي سلوكي، الآن على المستوى الشعوري. أول شيء يمر بلحظة يحتاج فيها إلى التشجيع، ولذلك تجد صانع المحتوى يرسل لمن حوله قبل أن يفعل، يأخذ رأيهم ويشوف قبل أن بشارك بسوي، عشان يقول برافو عليك، شاطر، أحسنت، رائع، ما شاء الله عليك، كذا كذا. قبل أن يفعل شيء يرسل لهم، لأنه يحتاج إلى التشجيع. ثم بعد ذلك يعني ينضج أكثر، ثم يبدأ يرسل لهم بعد الفعل وليس قبل الفعل، لأنه يحتاج إلى الثناء. يرسل لهم عشان يقولوا له ما شاء الله عليك، رائع، أبدعت، كذا 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 كذا. فإن لم يحصل على الثناء ذم نفسه. ليش يذم نفسه؟ عشان نتيجة مدح. لا، عشان يمدحونه. يا أخي أنا أحس إني سيء، عشان يقول أنت لا بالعكس أنت كويس. أنت كويس. ثم يجلس في هذه المنطقة ما شاء الله عز وجل أن يجلس، ثم ينتقل إلى منطقة أهم منها، وهي منطقة الأثر. ما عاد يهم ثناء الناس، ما عاد يهم أحمد أسلوبك حلو، مقطعك حلو، تصويرك حلو، يا أخي كلامك حلو. لا، ما عاد يعني تلقاه يمر كذا بالتعليقات مرور سريع. ما عاد هي اللي كان أول ينسخها يوريها له ولا ربعه ولا يصور، ولا يصور مع أحد ورى الناس. لا، تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة صار يطرب لمسألة الأثر. يجي واحد يقول له أحمد والله بعد حلقة كذا ما تركت قيام الليل. هذه ممكن يرسلها لها يوريهم إياه. ما والله تيشيرتك حلو ولا حركتك حلوة ولا لا، ما عاد يبي اللي تطربه. يبحث فيها عن الأثر، ثم يبقى في هذه المرحلة ما شاء الله عز وجل أن يبقى، ثم ينتقل لمرحلة أعلى منها بكثير، أن حتى لا يبحث عن الأثر ولا يحرك هذا الأثر، وإنما يبحث عن الأجر. بمعنى تكلموا الناس ولا ما تكلموا، أنا ما يهمني، أنا أديت اللي علي. سكر الكاميرا، نشرت، اللي بعده ما أدري إيش صار، إيش كذا، الله يوفق، يا أخي ما شاء الله عليك، الله يجزاك خير، وأحسن، جزاكم الله خير. بس يخاف على نيته، يبدأ يبحث عن الأجر، ولا يغره ظن الناس به، ولا يقدم ظن الناس به على يقينه بنفسه، وعارف نفسه، فما يغر كلام الناس، ويبحث فيها المرحلة عن الأجر.
طيب هل يبقى في هذه المرحلة دايم؟ لا، ترى ممكن ينكسر أحيانا، يحتاج أنه يروح إلى التشجيع، ينزل شعوريا. فتلقاه في لحظات كذا يعني ممكن يجي الصديق له ولا نصوح ويقول له يا أخي أحمد بالعكس أنت رائع، أنت كويس، أنت. لا، إحنا نحس أن اللي وصل مرحلة معينة أنا ما عاد يحتاج المدح ولا عاد يحتاج التحفيز. لا، أحيانا ينكسر الإنسان، وإذا انكسر إحنا نحفزه ونعده لأن ينطلق مرة أخرى ليعود إلى المرتبة الرابعة بإذن الله تعالى. هذا على مستوى الشعوري، قلنا السلوكي والشعوري. الآن الغائي اللي هو الهدف. أوكي. في البداية يريد أن يكون موجود، وشعاره أنا موجود، يريد لفت الانتباه والاهتمام، أنا موجود مثل غيري. بعدين لا، أنا ناجح مثل غيري، طلع عنده قناة، طلع عنده شيء، طلع في ناس، في تعليقات، في أعداد، في لايكات، أنا ناجح مثل غيري. ثم يطلع اللي بعدها، أنا مميز أكثر من غيري، أو عن غيري، أحسنت، أنا مميز عن غيري. لا، بدأ يتميز. هنا يبدأ يدخل الهوية ويزين ويسوي له براند ويسوي كذا، يبغى يتميز عن الآخرين. أنا ما بناجح وبس، أنا أتميز. ثم ينتقل من مرحلة أنا متميز عن غيري إلى الأفضل، إلى الريادة، أنا سابق لغيري، أنا الأول، أنا الأحسن، أنا الأفضل. ثم ينتقل اللي بعدها مرحلة من الريادة إلى القيادة، مو أنا سابق لغيري، أنا سائق لغيري. ويبدأ هنا يتربع على عرش الخبير ويرتدي عباءة مصدر المعرفة، ويبدأ ينفع الناس ويبدأ يتكلم ويبدأ يفعل. هذه أنا أراد يا أبو بدر أن منظورها ما يكون لا سلبي ولا إيجابي، عادي، إما يكون إيجابي وإنه يبغى ينفع، أما يكون سلبي ويدخل فيه مثلا الكبر، شفة النفس، إن كلامه بصحيح، إنه يعتقد إنه في هذا الليفل أو هذا المكان لكنه مو هو في ذا المكان. نعم. فهي مختلفة يعني، ما هي ثابتة، هي محطات وصفية وليست تقييمية. صحيح. إن الناس يمرون كذا، يمروا بهذه الطريقة. فليش نذكرها؟ عشان يعرف الواحد وينه الآن، وعلشان يعرف غيره وين ويساعد غيره. وعيك في المكان اللي أنت فيه يعلمك كيف أنت تروح للمنطقة اللي بعدها. صحيح. وين كنت جيت، وين بتروح، وما إلى ذلك. وأنت تسولف أبو بدر جالس أتخيل الأشياء هذه اللي قاعد تقولها، يعني كلمة حق، أنا انصدمت بمعرفتك الدقيقة بتفاصيلنا. ما أدري هل أنت قاري باحث، ولكن حرفيا اللي ذكرته مرة يا أما علي يا أما على ناس حولي في المجال، من ناحية المستويات السلوكية ولا الشعرية اللي هي الشعور، والأخيرة اللي هي ذكرت إنها الغائية والمقاصدية والهدف. صحيح. نعم، الهدف. فمرت أمانة مرت، ولكن أحس إني صعب أقيم نفسي أنا وين. ممكن الناس اللي تقدر تعرف هذا الشخص وين وصل، أو الناس اللي قريبة منه. بس بشكل عام تقييم أشوفه مفصل بشكل كبير مرة، ممتاز جدا. وأنا اللي أراه أن الأفضل دائما هو المستوى الأخير اللي هو مستوى الخبير. ممكن أن في ناس لا تقول أنا عاجبني المستوى هذا الثاني اللي أو الرابع، اللي مثلا أكون فيه أشارك الناس بالتفاصيل، أحاول أني أكون على قولتهم منافس ولكن لست الأفضل. في ناس لا تطمع للأفضل. يعني أنا بالنسبة لي الفترة الحالية والفترة القادمة قاعد أحاول قدر المستطاع أني أكون قدوة حسنة، سواء إما لصناع محتوى أو للمشاهدين. فقدر المستطاع أني أحاول أني أخلي رسائل إما تكون مباشرة أو غير مباشرة. فممكن أسألك سؤال، هذا جانبي ممكن يفيدني برضو أنا يا أحمد ويفيد غيري. هل أركز على المباشر أو الغير مباشر؟ وهل أهتم فيها كثير؟ بعطي أمثلة، مثال، وأنا أقول للشباب ونفس الحكاية ممكن تدخل بموضوع الرياء، ولكن توضح لنا أتوقع جميعا كيف نتجنب الموضوع هذا وإنه بالنية. يعني أحاول في تصوير المقاطع أبدأ أقول للشباب يا جماعة ترى عادي إذا جاء وقت مغرب وذكرت في المقطع إنه بنوقف نصلي، أنت أرسلت رسالة الآن للمشاهد، أنت ترى حتى وإحنا نصور وإحنا معاكم ترى نوقف نروح نصلي. نفس الحكاية في المباشرة، يعني مثلا أنا أمسك تلفزيون 24 ساعة، في أوقات معروفة نوقف نصلي. فهذه الرسائل قديش مهمة؟ هل نركز عليها، نزيدها، نحطها بالمحدود، نركز بالمباشر ولا بالغير مباشر؟ كلاهما. جميل. من الناس من يوافقك في الحق الذي يراه وتراه، فهذه الرسالة المباشرة له يتقبلها أصلا أو يتقبلها. ومن الناس من لا يوافقك في الحق الذي تراه، وبالتالي قد تحتاج إلى ما هو غير مباشر ليصل إليه. صحيح. هذا التنويع هذا من فقه الأثر.
من الفقه. أحيانا أنت تجيب الرسائل إما أن تكون معقدة وإما أن تكون بسيطة. البسيطة هي اللي ما تحتاج تفكير كثير، المعقدة اللي مركبة. فإما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، إما أن تكون مباشرة وإما أن تكون غير مباشرة، إما أن تكون طويلة وإما أن تكون قصيرة، إما أن تكون مستنتجة وإما أن تكون جاهزة، نعطيك هي جاهزة أو لا، هو يحتاج أنه يمهد لها. وبالتالي أنت حاول الوصول يعني بقدر ما تستطيع إلى عقل المتلقي بقدر ما تستطيع. لكن لا شيء مثل أن تكون صادقا في وصول يعني الحق والأثر، أن تكون صادق من الداخل، يعني تكون من الداخل صادق. سئل ذلك الرجل قيل له: لما إذا تكلمت يتأثر الناس وإذا تكلم غيرك لا يتأثر؟ قال: لأني أدعوهم في النهار وأدعو لهم في الليل. يعني صانع المحتوى وش اللي يمنع أنه يدعي في الليل ويشرك الناس اللي معه من جمهوره في دعواته؟ صحيح. ممكن يشركهم حتى في الأذكار، أن يعوذهم، يستودعهم الله عز وجل. هذا الأثر، شوف، ترى سر النجاح هو نجاح السر. هذا الذي يجعلك تنجح في النهار هو نجاحك في الليل. الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا سلوك وفي النهار وقدام الناس. قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. حظ من الليل يعينك على نجاحات النهار. أنا أقدم تضحيات عشان يتقبلوني، عشان يحبوني. لا، اللي ما يبغاني لذاتي، أنا ماني بقدم خدمات للآخرين عشان يتقبلوني. تقبلني لذاتي بما فيني، أهلا وسهلا. ما تبغاني، الناس واجد، لكن هذا الإنسان عنده افتراض، فاقد الثقة، عنده افتراض أن الناس لازم كلهم يتقبلونه. هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد، هذا بس رد على تساؤلك، إذا وصلت مع الناس إلى الحد في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك، يجب أن تتوقف. وإذا وصلت في التعبير عن آرائك ومشاعرك في الحد الذي تؤذي فيه الناس، توقف. إذن المسألة تعود إلى الوسطية، وسط بمعنى، يا جماعة، بكل بساطة، أن أكون قادرا على أن أقول نعم إذا أردت، وأن أقول لا إذا أردت، بس. أن أتكلم إذا بغيت، وأن أسكت إذا بغيت. أجلس لأني أنا أبغى أجلس، وأمشي لأني أنا أبغى. يعني أعرف قدر نفسي. أن أكون أملك خيارين وليس خيار واحد. لذلك الله عز وجل يقول في القرآن: أشدة على الكافرين رحماء، أعزة أشدة على الكافرين أذلة على المؤمنين. لاحظ أن في نفس اللحظة عنده أداة أنه يكون شديد، وعنده أداة أنه يكون لين وهين. إذن هو يملك إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على المنبر ونزل وترك الخطبة ليلتقط الحسن والحسين ويقبلهم تلك الرأفة، هو نفسه الذي قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم على أستار الكعبة. المؤمن عنده الثنتين، المؤمن عنده الثنتين. الجبان عنده واحدة. فبعض المرات أنا أقول أي شيء لأني أنا فعلا أبغى أي شيء، وبعض المرات لا أقدر أصرح. أما أن يكون طبع الإنسان أنه ما يستطيع، فهذا والله هو المسكين، هذا هو المسكين، وهذا الذي لا ندعو إليه، أنه يكون الإنسان بهذه الطريقة. تفضل أستاذ ياسر. أنا كلام جميل حقيقة، أشكرك عليه. احنا يعني على الكلام هذا مشاكلنا ما تبدأ، أنت قلته مشاكل أن نتأثر في الناس، تبدأ من الداخل المشاكل. نعم. يعني طيب إذا أنت قابلت شخص يعني مثلا ينرفزك، نعم، شخص يرد عليك مثلا في صفحة في كذا وكذا، يرسل لك في الجوال ينرفزك نفس الشيء. طبعا ما أتكلم عن نفسي، أنا وغيري من الشباب، تعامل بأخلاقي أنا أكيد إني بمتص، لكن هذا بيسبب لي شوي تعب. نعم. طيب هالتعب هذا مثلا، يعني بتعرف أنت تستقبل كلام سيء أكيد بيتعبك، هالتعب هذا هل هو من عدم الثقة؟ لا أبدا أبدا. هو الشعور بالحزن تجاه ما يقوله الناس شعور طبيعي، بل من الصحة النفسية. هذا دليل على أنك بشر، أنك طيب، أنك ما فيك إلا العافية. لذلك الله عز وجل يقول: ولقد نعلم أنك
يضيق صدرك بما يقولون. نعم. إذن طبيعي أن الإنسان يضيق صدره، لكن هل ضيق الصدر والحزن يجب أن تكون له شدة ومدة، حد معين وينتهي، ومدة معينة وتنتهي، ولا يمنعك من العمل، ولا يمنعك ولا يشعرك تجاه نفسك بالحقران، لا. إذا سبك الناس دليل على بشريتك وبشريتهم فقط. أنا أنظر لها من هذه الزاوية. وبالتالي نظرة الناس للنقد، وأنتم في الإعلام وتويتر الآن لما يفتح الواحد الرسائل ولا يشوف الردود ويشوف هذا يتكلم وهذا يسب وهذا يمدح وهذا كذا، يا جماعة أنا بعطيكم بس قواعد بسيطة في النقد تريحنا والله كثير. أنا مثلكم أتلقى وأشوف، ومن تصدر للناس عليه أن يتحمل. لذلك والله يا جماعة دائما أدعو الله دائما في سجودي أن يرزقني أذنا تستمع، وعقلا يتبع، وصدرا يتسع للحق. ده اسأل الله، لأنك أنت قدام الناس، ومن تصدر للناس تصدق بعرضه، خلاص تحمل. وهذا جزء من الثمن الذي يدعوه أي إنسان ناشر للفضيلة. أنت لما تدعو إلى شيء أنت تفسد مصالح آخرين. هذه المصالح لما تفسد شو يصير لك؟ بيأذونك، بيحاولون يدافعون عن مصالحهم فبيسبونك. فطبيعي جدا. لذلك لما الله عز وجل موسى سأل الله عز وجل قال يا ربي كف ألسن الناس عني، يا ربي كف ألسن الناس عني. قال الله عز وجل يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. الناس تسب الله عز وجل، يرزقهم ويعطيهم ويحميهم ويكفيهم ويميتهم ويحييهم، ومع ذلك يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، ويسبون الدهر ويسبون الله عز وجل، وهو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بي أنا وأنت؟ طيب ليش أنا أقول هذا الكلام؟ أنا أقول هذا الافتراض الأول، لأن مشكلتنا في التحسس من الناقد أخوي عبد الرحمن، والكلام لنا جميعا. الإنسان اللي يتحسس من الناقد هو إنسان يفترض أن يجب عليه أن يكون مرضيا للجميع، ويفترض أني لازم أصير أقوس واحد وأحسن واحد. ما أستطيع، لازم أنا ينقدني أحد. إذا وجدت أنك تسير في هذه الحياة وتؤدي رسالتك ولا ينتقدك أحد، فعلا ماذا؟ في شيء أنك صح، ماشي صح ولا غلط؟ لا غلط والله ماشي غلط يا جماعة. إنسان بلا أعداء، كل الناس أصدقاء، هو إنسان بلا مبادئ. خذوها مني، إنسان بلا أعداء هو إنسان بلا مبادئ. موسى ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني. أي واحد يشوف موسى يحبه، لذلك أحبه فرعون وعادي وعاش معه. لما خرج بمبدأ إيش صار عدو. لذلك الإنسان الذي ليس له أعداء إنسان يميع القضايا. مع المصلين يصلي، ومع المغنين يغني، لذلك ما له أعداء. بالتالي لا تسعى أبدا ما يكون لك أعداء. وإذا شفت أحد ما يسبك قل يا أكيد في شيء غلط. لازم امشي على مبدأ واحد، امشي على مبدأ وأثبت عليه، بيكون لك أنصار، بيكون لك أعداء. وهذا من الأثمان التي يدفعها الإنسان. النقد أولا الافتراضات. شو الافتراض؟ أنك لازم تكون أحسن واحد وأن الناس ما ينقدونك. لا، أنت بشر وهم بشر، وما دامك أنت بشر ستخطئ، وما دامهم بشر ربما يخطئون أيضا في النقد. ثانيا الناس ما بين حاقد وناقد. الناس لما يتكلمون بين ناقد وحاقد، ليس كل ما يقال هو حقيقة، وبالتالي لا يضيق صدرك. إن امدحوك لا تطرب كثيرا، وإن سبوك لا تطرب. لماذا؟ لا تقدم ولا خلي أقول لك قبل لا تقدم ما تعرفه عن نفسك، يقين ولا ظن؟ يقين. أنت تعرف عن نفسك يقين، وما يقوله الناس عنك هو ظن، هم ما يدرون عنك. صح. فلا تقدم يقين ما تعرفه عن نفسك بظن الآخرين فيك. فإذا مدحوك تراك أنت أدرى بنفسك وأدرى بحالك، لا تغتر. وإذا سبوك أيضا مو بشرط ما يقولونه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سبوك كثيرين، ما هو بصحيح. فما أتحسس. هذا واحد. اثنين، قلنا أن الناس لما يتكلمون إما حاقد وإما ناقد. فالناقد أستفيد مما يقول
والحاقد أغلق أذني عن السماع ما يقول، أدخل من هنا وأطلع من هنا زي ما قال الساذي. ممكن أشعر بحزن لكن لا يدوم هذا الحزن. ثلاثة في قضية النقد، ثلاثة. النقد إما أن يكون حقائق وإما أن يكون آراء. أهم نقطة في النقد أي واحد ينتقدك إما أن يكون كلامه حقيقة وإما أن يكون كلامه رأي. لما يجيك واحد يقول والله أنت في الفقرة المفروض تتكلم 5 دقائق وتكلمت 10 دقائق، حقيقة ولا رأي؟ رأي. أنت الآن مخصص لك 5 دقائق تكلمت 10. رأي. حقيقة تأخرت. طيب إذا حقيقة أستفيد منها أقول جزاك الله خير لازم أغير. طيب جاء واحد قال والله صوتك مو بزين، حقيقة ولا رأي؟ رأي. صوتي مو بزين بالنسبة لك ولكن عند ناس ثانيين الحمد لله صوتي زين ما عندي مشكلة. لما يجيك واحد يقول والله أنا ما عجبني أسلوبك، حقيقة ولا رأي؟ رأي ما يضيق صدري. لما يجي واحد يقول والله أنت تناولت 4 مواضيع والخامس تركته، حقيقة ولا رأي؟ حقيقة فأتفاعل معه وأصحح من خطأي فما عندي مشكلة. إذن إما حاقد وإما ناقد. 2 إما حقيقة وإما رأي. مشكلة كثير من الناس أنهم يحولون الآراء إلى حقائق ويصدقونها. لذلك أي كلمة تجيك من أي إنسان اجعلها فائدة لا قائدة. فائدة لا قائدة. لا تخليها هي اللي تقود سلوكك. أي نقد يجيك اجعلها فائدة تستفيد لا قائدة. يقولون لك والله شماغك مو بحلو بكرة تلبس غترة، والله الغترة مو بحلوة، والله تجي بعمامة. لا صارت قائدة الآن ما صارت فائدة. ولذلك تقول ياسر الآن ترى عنده مشكلة في كثير من الشباب الإعلام هذه متغلغلة موجود فيه. صحيح. رأي الجمهور خلاص وقف، تجد أنه يمنع نفسه عن أشياء كثيرة بسبب رأي الجمهور. أحسنت. ورأي الجمهور ذا ما يمثل ولا 10 5 3 2%. أحسنت. تلقاهم 5 مسوين ضجيج عليه فهو يتوقع أن العالم كله أن هذا هو العالم. لا، أكثر ما يعالج هذه أو يسبب هذه غياب هوية الإنسان. أنا شو أبغى أكون؟ أنا دخلت الآن مثلا البداية، إيش الهوية اللي أبغى أكون عليها؟ أنا أبغى أكون بهذا الشكل بهذه الصورة أتمسك فيها مهما قالوا، أحسن في الصورة لا أغيرها. بس أنا أبقى عبد الرحمن اللي يبغى يكون تربوي في البيت هنا ويقدم رسالة تربوية ويكون شكله هادي ويتكلم في أمور التربية ويمثل نفسه بطريقة جيدة. هذه أنا ما أريده. يجيني رسائل والله ما تمزح يا عبد الرحمن، يا أخي قل نكت يا عبد الرحمن. لا، أنا هويتي أن يكون إنسان جاد في هذا البرنامج. لذلك اللي عنده هوية ما يتأثر بالكلام. لكن مشكلة الناس صفحة بيضاء يرسمها الناس الآخرون. هذه مشكلة كثير من الإعلاميين. سم الإنسان الواعي، أنا أرى أن الإنسان الواعي هو اللي يكون عنده مثل جهاز الفلترة. نعم. يسمع هو يفلتر. نعم. يأخذ اللي يفيده واللي ما يفيده حطه على جنب. أي المفترض صعبة ما لم يكن عند الإنسان افتراضات. افتراضات هي اللي تقودنا يا جماعة. افتراضات يعني ثوابت قواعد قاعدة. لما أجي وأسمع واحد يسبني أقول سبحان الله، ما أقول لأني أنا سيء أو لأنه سيء، أقول إيش؟ سبحان الله بشر يمارس بشريته الله يهديه. لما أجي أشوف واحد سيء خلقه، أنا بقول لكم قواعد أنا استخدمها والله استفدت كثيرا. أجي أشوف إنسان سيء، أنا دائما أقول شفت إنسان سيء أقول سبحان الله ليست الأمراض في الأجساد فقط، المرض ليس في الجسد فقط بل في الأخلاق. نعم. فإذا رأيت سيء الخلق فاحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه. كلام. لما تشوف واحد فيه مرض فيه عاهة ما تقول يا أخي الله هديك ليش أنت فيك عاهة وتتنرفز. لا تقول الحمد، تنظر له بشفقة. يا جماعة ترى سيء الخلق كذا مريض. لما تشوف سيء خلق تقول الحمد لله مسكين. بل هو أشد من مريض الأخلاق مريض الأجساد، لأن مريض الجسد يؤجر ومريض الخلق يؤزر. فهو مسكين مرة والله. طيب أنا لما أدخل بهذا الافتراض وأشوف واحد سيء خلق أهدى ولا ما أهدى؟ أهدى بالعكس وأرحمه، بالعكس وحاول أساعده. وبالتالي الافتراضات القواعد التي نسير من خلالها تساعدني. لما يجي واحد زي ابن القيم يقول رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الناس، لاحظ الكلمة، ورضا الناس لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور. الله، لما تجعلها هذه قاعدة في ذهنك، رضا الناس لا مقدور ما حد يقدر عليه ولا مأثور ما في أحد سمعنا من قبل أنه رضوا عنها الناس، ولا مأمور أصلا لم تؤمر أن ترضي الناس، لم تؤمر، بل بالعكس أنك إذا رضيتهم أغلب أهل الأرض أضلوك. بالعكس ولولا أن ثبتناك
الله عز وجل ماذا يقول؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول الشراح والمفسرون من شدة إلحاحهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته في أن يهديهم كاد أن يركن إليهم. لا بالعكس، عندي مبدأ وأثبت عليه، ما عندي أي مشكلة. هذا فيما يتعلق بقضية النقد. يكون عندي افتراضات ما أزعل، أشوف هل هي حقيقة أو رأي، أشوف هل هو حاقد أو ناقد. بعض المرات هناك ما يسمى بالمسيء الناصح، وهناك من يسمى بالناصح المسيء. ناصح مسيء، يجيك واحد من ربعك ويبغى ينصحك بس يخطئ في الطريقة وفي الأسلوب، فيتحول نصيحته إلى هجوم لاذع يحزنك. لا يضيق صدرك، هذا فقط نصحك بطريقة خاطئة. طيب الثاني يبغى يسيء إليك نصح ما يعرف يوصل، فمررها. المشكلة الثانية أو النوع الثاني من الناس مسيء ناصح. هذا إنسان يلبس عباءة الناصح وهو أصلا يبغى الإساءة. أيضا لا يضيق صدرك، تعرف أن الناس طالما لك أعداء فأنت عندك مبادئ، ولا يضيق صدرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخوي ياسر، سم الله أعداك. نفس الموضوع. نعم. في بعض الناس، ما شاء الله مع الجلسة طيبة، الله يرفع قدرك. الثقة طيبة في الشخص، نعم، بس لها مواضع. نعم. في بعض الناس يأخذ الثقة هذه زيادة، يعني في مجلس يحب يتصدر المجلس هو ويكون هو المسيطر، في روحه يحب هو اللي يكون له الرأي ويتخذ رأيه، في أي شيء يحب أن يكون هو الأساس. كيف تتعامل مع الشخص هذا؟ هذا إنسان هذا صائب أو مخطئ؟ لا، هذا إنسان يشعر بنقص. الإنسان يشعر بنقص لأنه يريد شيء يسلط عليه الضوء، لأنه يشعر من الداخل أنه مهمش، من الداخل يشعر أنه فيريد أن يسلط الضوء من خلال هذه الأشياء. طيب، فهذا نوع من نقص الثقة. أنا توي يا أستاذ ياسر، والله كنت جاي شيء في الإعداد الشباب وأشغال وكذا، وجاتني رسالة من الأستاذ محمد السعود الكواري. نعم. يقول فاتك الرجل الرائع. نعم. والله يقول فاتك، عرفت محمد السعود الكواري. والنعم. يقول لي فاتك الرجل الرائع، فاتتك المادة اللذيذة. والله الله يجعلك تسلم. والله الله يجعلك تسلم، الله يرفع قدرك. يثني عليك كثير. جعلك تسلم الله ينفع بالجميع. هي ليست مثلا بعض ممكن يقول انه هذه صفة قيادية في الشخص. يعني مثلا لما تتكلم مع شخص يقول لك الشخص الفلاني فيك مثلا روح السيطرة او روح القيادة. نعم. ممكن تكون صفة قيادية فيه، صح ولا لا؟ لا ابدا، ما هي قيادية ابدا. شوف، يكون بالعكس، بعد مرات تلاقي واحد زي ما قال اخوي الوافي تلقاه مندفع، يعني زي ما قال يبغى بس اهمه هو ذيك الاشاره، يعني حتى ولو هو ما يفقه في الموضوع، فهمت؟ وتلقاه دائما في القمه يبغى يقول لك لا فلان وانا بنظمكم، بس هو ولا يفقه ولا يفهم ولا صحيح. هذا الشخص هذا الشخص لو تسأله عن رأي هو مسيطر، بس لو تطلب رأي يمكن يعطيك رأي غلط. نعم. ما يعتبر قيادي. الشخص القيادي، أنا أتوقع الشخص القيادي هو اللي يتخذ لحظات الصمت ويعرف متى يتكلم. ممتاز. سؤال الإنسان الذي لا يعترف بجهله واثق ولا غير واثق؟ غير واثق. لا يعترف بجهله، غير واثق. لذلك الإنسان إذا أراد أن يشعر الناس بالثقة يدعي ما لا يملك، يدعي ما لا يعرف. من كمال الثقة أن تعترف أنك تجهل، وأنك لا تدري، وأنك لا تعلم، وأنك لا تقدر. هذا من كمال الثقة. عكسها لما تدعي معناها أن عندك هذه عندي، هذه أنا الأولى هذه عندي والله، واللي هي اللي لا أجهل كل شيء، إني ما أدري ولا أعلم ولا شيء، وتعترف فيها. أعترف فيها، بس أعرف عاد في الأخير هو يخفيها. طيب خلونا نشوف هذا الموقف. إنسان الآن ضاع في السيارة وعنده زوجته ويسوي نفسه ما ضاع. ليش؟ اسأل، تقول لزوجته اسأل، يقول لا أنا ما ضعت، ويروح يطالب العيون ليه؟ لا يريد أن يخرج أمام زوجته أنه ضايع، لأنه يعتقد أن اللي يضيعون هذولا شخصيتهم ضعيفة، فيبغى يحمي هذا الشيء من خلال أن يدعي. كثير من الناس من خلال أن يدعي. الناس في محاولة إخفاء اهتزاز الثقة نوعين. نوع يجي يقولك تعال، يسمونه دور الضحية، يجي يقولك تعال تراي أنا منتهي، أنا رايح معدوم، أنا ما أقدر أسوي كذا، أنا ما أقدر اللي تبي يسوي كذا أنا. وتلقاهم هذول النوع يا الله عندهم ما يسمى بالتعبيرات الدرامية
والله أنا أغرق في بحر من المشاعر السلبية. أنا يعني قتلني. أنا غابة كلها أحزان. غابة كلها أحزان. أنا ذكر لما النسيان. هذا يا سلام. أنا دمعة ألم من الألم المريض، يا ما زي انظلم يا ما زي كذب. صح لسانك يا ابو عبد الكريم. أول مرة يسويها ما شاء الله. على كثر الضيوف اللي عندنا يوم شافك بدأت تهلل. جعله يسلم القصايد وهذا. هو الغابة المثل هذا الغابة كلها أحزان. يقول لك يبدأ يقول لك وأنا هذا نوع من الناس كل ذا مثل يشعرك أنه ولا شيء. هو يقول لك ترى أنا ما أعرف والله ولا أقدر. هذا خطأ. والنوع الآخر لأنه ضعيف لا يريد أن تقترب من هذه النفس فيبالغ في الدفاع عنها، فتلقاه شرس، تلقاه ما يبغى حقوقه تضيع ويزعل ويقتحم ويعني يكون دفش شوي على الناس ويدعي ما لا يعلم. من لوازم الثقة ومؤشراتها إن الإنسان يقول ما أعرف. انتصر على ذاتك وارفع من شأنك وقل ما أعرف يا أخي، تراها صفة كمال. صح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر جاءه رجل قال يا رسول الله أي البقاع خير؟ محمد صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، بكل بساطة، بكل عفوية، بكل ثقة، لا أدري، لأنها صفة كمال يا أخي، أن لا تدعي ما لا تعرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأنا أتعجب من هذا الحديث، جالس مع الصحابة ويقول لهم والله لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم رجلا صالحا. سبحان الله، بكل بساطة. والواحد منا يحاول أن يخفي عيوبه، أن يخفي هذا، أنه ما يعرف، وأن الجهل، وأنه كذا، وإذا صار ما يعرف إنجليزي يسوي نفسه يعرف إنجليزي، وإذا صار ما يعرف في المكان الفلاني في منطقة معينة يسوي نفسه يخفي. طيب هذا اللي يخفي الجهل مثل ماذا؟ مثل إنسان عندك كورة على موية، الكورة اللي على موية ما يبغى يخلي الناس يشوفها، ايش يسوي بها؟ يدخلها وين تروح؟ تطلع من هنا. يدخلها من هنا تطلع من هنا. أعوذ بالله. أنت إذا أخفيت كذبك أو أخفيت جهلك بطريقة معينة الناس يكتشفونه بطريقة أخرى، إذا أخفيت بهذه الطريقة يكتشفونه بطريقة أخرى. فأفضل شيء عشان تخفي هذه الكرة أنك تشقها يا أخي. وكيف تشقها؟ تجي تقول يا جماعة والله ما أعرف، أنا ما أعرف. لما تقول ما أعرف، أولا لن تسقط من عيونهم، اثنين ستشعر براحة نفسية لسبب كنت صادق مع نفسك، أنك ستتعامل وتتصرف بعفوية ولا بتمثيل؟ بعفوية. بعفوية يا جماعة. لما يكذب الإنسان، طبعا مهزوز الثقة كذاب، يكذب كثيرا لأن يختلق الأعذار ويسوي نفسه يفهم ويسوي نفسه كذا ويسوي نفسه عنده مشاكل ويقول إيه هو ما يبغى يقول إيه ولا يقول آراءه بشكل صحيح، فهو يكذب. الكذبة عشان يحافظ عليها الإنسان يضطر أن يكذب 10 كذبات أخرى عشان يحافظ على الكذبة الأولى. طيب هذه الكذبات تحتاج وعي ولا تلقائية؟ الحفاظ عليها وعي ولا تلقائية؟ لا، وعي. هذا الوعي يخليه قدام الناس يمثل مو على حقيقته، فالناس يشعرون انه ايش؟ مو طبيعي الرجال هذا. اعطيكم مثال بسيط، ابغى واحد يطبق معي تمرين. يلا تفضل معي، تجي. يلا. لاحظوا يا اخوان، شوف لما الانسان يكون من الداخل غير واثق من نفسه، بس تمد يدك الله لا يهينك. انا بسالك اسئله 3 أو 4، اذا سالتك بحاول نزل يدك، انت حاول انك ترفعها، لا تبغى ترفع يدك وانا بحاول انزلها. وقت الجواب يعني؟ لا الان مثلا حاول انك ترفع يدك، لا تنزلها. ممتاز، لاحظت المقاومه. طيب انا بسالك 3 اسئله. اولا اسمك، كنيتك، وين تعمل او تدرس. زين، 3 اسئله واضحه. يا جماعه ركز في التمرين لانه يبي يكشف لنا اشياء وقواعد مهمه. لاحظ الان، مد يدك الان. اليوم بنفضح. طيب الاسم، لاحظوا انتم بتقيمون اليد. الاسم عبد الله. ابو ايش يا عبد الله؟ ابو مازن. ما شاء الله. ابو مازن، انت وش تخصصك؟ اعلام. ما شاء الله. طيب استطاع ان يقاوم؟ استطاع بشكل جيد. طيب لاحظوا الان، انا اريدك الان ان اسمك انت، اعطوني اسم. صعفق. زين، اسمك زارب. اسمك زارب. طيب وانت ابو فادي. طيب ابو فادي، وانت تخصصك كيمياء حيويه. زارب ابو فادي كيمياء حيويه. طيب مد يدك الان. ممتاز، واضح. ابو ايش انت؟ ابو فادي. ابو فادي. ابو ايش؟ فادي. ابو فادي. انت وين تعمل؟
كيمياء حيوية. كيمياء حيوية، ما شاء الله، كيمياء حيوية أنت تعمل؟ تطلع انك تضغط اكثر. لا أكيد، ولا أنت ما تقاوم أكثر؟ لا لا. طيب والاسم؟ فادي. لحظة الاسم. سعفك زارب. لاحظ اليد. طيب. أكيد طبعا معلومات خاطئة. لماذا ما استطاع أن يقاوم؟ لأن أشياء مو موجودة فيه يعني. يا جماعة جديد يعني عندما لا تتكلم من شيء أنت تثق به حتى جسدك يخذلك. الله يوفقك. حتى جسدك ما يقدر يقاوم، ليست أفكارك فقط، حتى جسدك. الله يجزاك خير. مسابقة هذه يا شباب. جزاك الله خير. تصلح مسابقة. والله تصلح مسابقة. جد والله. لا أمر آخر، هذه أمر آخر. سم. أنت قواعد النقد نعم. ذكرت 4 صح؟ أي نعم. الأولى بس ذكرنا. الأولى أن يكون إما حاقد أو ناقد. الثانية أن تكون حقائق أم آراء. 3 ناصح ومسيء في الطريقة أو مسيء ناصح في النية، يكون مسيء أصلا في نيته. اجعلها فائدة لا تجعلها قائدة. لن يرضى عنك الناس. لما تفكر بهذه الطريقة تهدأ كثيرا يعني. أيضا من الأشياء بقول لكم شيء عجيب جدا في قضية الثقة. يصل الإنسان إلى مرحلة من عدم الثقة ويريد. احنا تذكرون لما قلنا الثقة خليط بين توكيد الذات تذكرون وتقبل الذات. تقبل الذات صح. نعم. توكيد الذات ذكرنا أنه أن يكون عندك قدرة على أن تقول وتفعل ما تشعر به، هذا توكيد. فإذا كنت قادر على أنك تقول لا وتقول أبغى وما أبغى وأحب وأكره، أنت الآن عندك توكيد ذات. طيب النوع الثاني قلنا تقبل الذات. إيش معنى تقبل للذات؟ تقبل للذات للنفس ولا للآخرين؟ لا، تقبل الذات. أنا أتقبل ذاتي يعني نعم، مستوى الرضا. أنا أتقبل ذاتي، يكون عندي راضي عن ذاتي. معنى تقبل الذات أن يكون الإنسان راضيا بشكله، بصوته، بصلعته، ببشرته، بلون شعره، بكرشته، بطوله، بنسبه، بأسرته، بماله، بممتلكاته، بأسلوبه. يكون متقبل لهذه الأشياء، متقبل. الحمد لله الله عز وجل خلقني بهذه الطريقة. لما يتقبل الإنسان نفسه، يتقبل نفسه، يستطيع أن يعيش واثقا وملكا في الأرض. تخيل لما أنت تجيب ثوب جديد وتدخل العزيمة تشعر بإيش؟ ثقة ولا ما؟ ثقة والله. وتدخل وكذا. تخيل انكب شيء على الثوب وتوسخ تطلع. كثير من الناس ينكمش ولا يبدأ فتح أي علاقات ويبدأ يجلس ولا يسولف ولا شيء، ولا لأنه غير متقبل أن يكون ثوبه بهذه الطريقة. يخاف أن الناس تنظر له ويقيمون التقييم سلبي، فينكمش مسكين وتقل ثقته لأنه غير متقبل. يمكن إحنا الرجال هذه ما نمر عليها كثير، لكن في بنات ما يروحون للعزايم عشان ما ادري ايش تطريزه، ما ادري ايش صار لها، ولا هذا ما ادري ايش صار له، والموديل هذا ما ادري ايش صار له، ولا خربت الكوافيره مكياجها، ولا الشدو، ولا قد لبست المره اللي راحت ما طلع المره ثانيه. ايوه هذا لبسته وهذا. عدم تقبل للذات لدرجه ان في دراسه اليونيفير في الشرق الاوسط عرضت تقول مؤلمه، نتفق او لا نتفق لكنها موجوده. عندنا مشكله. تقول 9 من أصل 10 سعوديات ترغب في تغيير شكلها. 9 من أصل 10 تبغى تغير وتزين وتنفخ وتنسم، وصاروا ينحتون الآن ويغيرون، وهذا تان وهذا بشرة وهذا شعر وهذا تجعيد، كله لأنه كله غير متقبل لذاته، يبغى يغير. أنا أبغى أكون كذا. لذلك في واحد اسمه ماكسويل مالتز، كان الآن هو من أشهر أطباء علم النفس الحديث، وألف كتاب علم النفس الحديث. أصل هذا العالم تخصصه عمليات تجميل، ولا له علاقة بعلم النفس. لما جاءوا يسألونه قالوا أنت شو دخلك طلعك من عمليات تجميل إلى علم النفس؟ قال وجدت أن معظم الذين يأتون لتغيير أنوفهم وشفاههم وأشكالهم عندما أعمل لهم عمليات تجميل لا يتعافون. فأعلم أن من يحتاج إلى عملية تجميل هي نفسه لا شكله. فتحول من إنسان يعالج الجسد إلى إنسان يعالج النفس. بدأ يقول للناس يا جماعة تقبل ذاتك، تقبل ذاتك. أعرف واحد من الشباب، مو عند البنات بس، أعرف واحد من الشباب جاني المرشد قال لي تعال ل3 أيام ما داوم، ولما جاء المدرسة قلنا له ايش عندك ما جاوب علينا. فرحت كلمته ايش السالفة يا خالد كذا كذا. في الأخير ايش قال؟
قال والله بس أنا عندي نفرة طالعت اللي هنا، حبة نفرة وكانت كبيرة والله استحيت أجي. 3 أيام غايب، في رجاء في أنها تخف، بس لأنه يعتقد إذا جاء بالنفرة ينفر الناس عنه. يوش في شكله الناس لا يكونون علاقات معك إذا صار خشمك ما في نفرة ولا صار في نفرة، بس هو يعتقد أنه إذا جاء بهذه النفرة أن الناس ينفرون منه. في تلك اللحظة في ذلك اليوم مسكته. كان عندنا واحد اسمه عبد الله نفس المدرسة. عبد الله يتلاحق ويا واحد من أخوانه وكانوا مسرعين يبدو في البيت، فأخوه الأول دخل مع الغرفة وصك الباب، وهذا جاي من وراه بسرعة فضرب في وجه الباب. طبعا على طول طلع عليه رباق، طلع البرطم هذا والشفة السفلى بوب كذا، فراح حط عليه المطهر هذا بالازرق فطلع شكله مرة تحفة. هذا جاء المدرسة أول ما دخل سلم، شوف تقبل الذات، سلم قال والله العظيم لا أحد يطنز ترى بكرة تجيه، وضحك هو وضحكوا الناس. لكن الناس هل ضحكوا منه ولا عليه؟ منه ما ضحكوا عليه، لأنه هو أصلا ماخذها دعابة. ضحكوا. جيت قلت تعال شوف عبد الله، شوف وجهه وعادي وماشي ومشت الأمور. لماذا أنت تعتقد أن هذه ممكن تسبب لك هذا الشيء؟ بل والله يا جماعة أشد من هذا. هناك من يحاول أن يتقبلها الناس بأي طريقة، يدفع فلوس، يضغط على نفسه، يقدم أولويات ربعه على أهله ومصالحه وأهدافهم على أهدافه، بس يا رب يتقبلوني، إلى درجة أنه قد يقدم على نفسه عرضه. عرضه كيف يقدم عرضه؟ لما يجيك شاب، وأنا التقيت بمجموعة من الشباب بهذه الطريقة. الله لا يريد منا إلا التوحيد، العبادة، أن نعبده وحده لا شريك له. فالعلاقة مع الله قائمة على التوحيد، وهذا التوحيد لا يتم إلا بأمرين. الأمر الأول مسألة التعظيم لما يعظمه الله سبحانه وتعالى، ومسألة التسليم. فهمت العلة ما فهمت العلة، فهمت السبب ما فهمت السبب، سمعنا وأطعنا. فكرة أحس ومعجبني ومقنعني ليس هذا يوتر علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. والعلاقة مع الله لها شيء تمده أنت وفي شيء نازل لك. فالعلاقة مع القرآن علاقة من الأعلى إلى الأسفل، والصلاة علاقة من الأسفل إلى الأعلى. فإذا عندك هالشغلتين تحافظ على وردك من القرآن، فهذا علاقة السماء معك، وتحافظ على الصلاة وهي صلة بين العبد وربه، فهذه علاقة صاعدة إلى الأعلى. فهذا من التعظيم والتسليم لله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى نجعل عندنا مفهوم فيها أن كل عمل تفعله لله يوجب عذرا، يعني مهما سويت أنت تراك مقصر. كل عمل إلى الله ولله يوجب عذرا، يا ربي اقبله. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بعدما أتم بناء الكعبة يستغفران الله عز وجل، يا ربي اقبل. فكل عمل إلى الله ولله يوجب عذرا، وكل شيء من الله يوجب شكرا. هذه ملخص العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أي شيء يجي من الله يوجب شكرا. الله لا يقدر شرا محضا للإنسان، وإن رآه شيئا يكرهه ولا شر له خير. وكلنا في حياتنا شيء نحمده الآن كنا نكره سابقا، وشيء قلنا الحمد لله أنه ما تيسر، لأن احنا نعيش الآن في شيء أفضل من هذا. أنا سئلت مرة قالوا هل خططت أنك تكون كما أنت عليه؟ قلت نعم خططت والحمد لله أنها فشلت. خيرة الله عز وجل لي كانت أوسع وأجمل وأفضل، لأن أعلم بي مني وأرحم بي مني وأحكم سبحانه وتعالى. فالحمد لله ما تحققت هذه. ونداير هذا واحد أمريكي توفي قريبا، سألوه عن الانهيار الأمريكي اللي صار في 2008 في منهاتن. قالوا له كيف أنتم أمريكان حقين التخطيط الاستراتيجي وشغلتونا، وكيف جاء الانهيار الاقتصادي بدون ما تدرون؟ إيش الحل؟ قال كلمة عجيبة سبحان الله، وهو ملحد. قال الحل
كن في خطة الله، ما في تخطيط استراتيجي ومدري إيه، كن في خطة الله. ولذلك أجمع العقلاء، هكذا يقول السلف، أجمع العقلاء أن من لم يرضى بأقدار الله لم يهنأ بعيشه. ولذلك الاسترسال مع ما يريده الله عز وجل هذا عافية نفسية. وتجد أن أستاذا ولا أستاذة في كلية الشريعة لا تفهم هذا المعنى، وتجي واحدة عجوز ولا شايب أي شيء يصير له يقول ربي أبخص، يعني ربي أعلم، أي شيء يصير ربي أعلم. هذا هو التسليم. فالعلاقة مع الله قائمة على التوحيد. 2، العلاقة مع النفس وقائمة على التزكية. معنى التزكية أن الإنسان في كل يوم من حياته يعالج حاجتين: يرقيها من العيوب وينقيها من الذنوب. ففي تنقية وترقية، يوميا في كل لحظة، وهو عمل شاق. ولذلك أطول قسم في القرآن جوابه قد أفلح من زكاها. هذه النفس جوابه تزكية النفس، علاقتك مع ذاتك، كيف أن ترقيها من العيوب التي فيها. ولذلك يقول ابن المقفع كلمة عجيبة، يقول: وأشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عن نفسه. شيء شاق أنك تطور نفسك وأنك تزكي نفسك، وأنك لا سيما في وقت الناس تهرب فيه من النقد. يعني أنت لو عندك صديق ينصحك ستستثقله أصلا وما تحب تكلمه ولا تبحث عنه. فالناس تهرب من النقد فلا تحقق التزكية، ما تطور نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. معناها المسلم هو الذي يبحث عن النصيحة، المسلم لا يهرب من النصيحة. ولذلك في حديث الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المرآة ما تلاحقك، أنت اللي تجيها، أنت اللي تبحث عنها عشان بس تعدل شخصيتك. بس المؤمن الصادق يعدل نفسيتك ويعدل آخرتك، يعدل مسارك. فالعلاقة مع النفس قائمة على التزكية واستصلاحها، وفي كل لحظة أنت تحاول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يعني سبحان الله، الإنسان قادر على أن ينتقد القذاة، الوسخ البسيط في عينه، في عين صاحبه، يقول شوفها، بس ما يشوف في نفسه الجذع، خشبة كبيرة ما يشوفها. فيحتاج أنه يستعين بصحبة تعينه صادقة، لا تميع له باطله ولا تهول له أخطاءه ولا تهونها أيضا. ولذلك المرآة تعكسك كما أنت، المرآة تعكسك كما أنت. المفترض الإنسان يكون عنده أصحاب من هذا النوع. مزعجين، مزعجين ومزعجين. ولذلك الله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ترى الصحبة الصادقة الصالحة الجادة المنجزة تراها متعبة. ولذلك الله عز وجل يقول: واصبر نفسك معهم. هي مفلة وراحة وسعة صدر، لا، تحتاج تصبر. والإنسان العاقل لا يكسر ساعة المنبه لأنها أيقظته، هي هذا دورها. ما أخسر صديقي لأن نبهني، لا، ما أخسره، بالعكس. العاقل يشرب الدواء لينتفع ولو كان مرا، ويترك السكر والحلى اللذيذ إذا كان ضارا. إذن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى قائمة على التوحيد. العلاقة مع النفس قائمة على ترى في جوائز على التزكية. 3، العلاقة مع الناس. العلاقة مع الناس قائمة على العدل والإحسان بس. أقل من العدل الظلم، أن تظلم الناس، وهذا يا ويلك في الدنيا والآخرة. أدنى مراتب المروءة والإنسانية والدين أن تكون عادلا مع الناس. تبغى تصير نوع فاخر، الإحسان. طيب، هنا في إشكالية أيضا. لا يدرك الحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي العدل بالضبط إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تضطر أن تحسن إلى الآخرين رجاء أن تصيب العدل. يعني أنت تيجي تقول أنا بصير عادل مع هذا الإنسان، ربما بعدلك بمقاييسك أنت أصلا ظلمته. فأنت عشان ما تظلمه تحسن إليه
لترجو مقام العدل فقط، يعني فقط مقام العدل. مثال بسيط، أنت تجي الواحد اتفقت معه على شغلة، طلع لي هذا الكرتونة فوق ب50 ريال، بس هو تفاجأ أن دورين مش دور، وأنت متفق معه ب50، تقول خلاص أنا سويت اللي علي، هذا 50، والمؤمنون على شروطهم، ولو يروح الأكبر محامي ما يقدر، هي 50، لكن اتفقتوا. لكن الذي يتحرى العدل الحقيقي لا، بيعطيه 100 أو بيعطيه 70 ريال ولا يمن عليه، ما يشعر أنه سواله شيء، لا ترى هذا حقك يا رب مسامحني بس. وكذلك الإنسان في علاقته مع زوجته، والزوجة مع زوجها، والأخ مع أخته، والإنسان مع مديره، والرئيس مع مرؤوسه، يدفع بالإحسان ليحصل على العدل، بس مخافة أن لا يظلم الناس. فالعلاقة مع الناس قائمة على العدل وعلى الإحسان. إذن هاي 3. رقم 4، وسعنا الآخرين، سنقول العلاقة مع الوطن. العلاقة مع الوطن، والعلاقة مع الوطن قائمة على الانتماء، لأن الناس على 3 أنواع في علاقتهم مع أوطانهم. إما أن تكون العلاقة ارتمائية، وهي علاقة طفولية، يبغى الوطن يدرسه ويوكله ويشربه ويطببه، يعني المستشفى، ويوظفه، يعلمه ويوظفه، والوطن يفعل ذلك. لكن ارتباطك بالوطن بهذه الطريقة هي ارتباط طفولي. وثمة علاقة مع الوطن هي علاقة ليست طفولية ولكن طفيلية، هو راضي عن وطنه ما دام منتفع، ويزعل ما دام أن لم يحصل على ما يريد. العلاقة الثالثة لا، هي العلاقة الانتمائية، ليست الارتمائية، لا، هي انتمائيا، ينتمي لهذا الوطن في المنشط والمكره، ويعني يوجد نفسه، وإن لم يجده الناس، أن يكون له دور في هذا الوطن. هذه أيضا من الأشياء المهمة في تغيير العلاقات وتأثيرها على علاقتك بالآخرين. يا كرام، دائما في الأزمات يفكر الإنسان أفكارا لا تكون في صالحه، أفكار غير مدروسة. ولذلك كثير من الذين تنكروا لأوطانهم مثلا تجد أنه متأزم أصلا، متأزم. ما تلقى واحد ناجح وعنده عيال طيبين وأمور المادية زينة ووظيفته زينة يتأزم مع وطنه أبدا. تجد عنده أزمة معينة يرميها على وطنه ثم يتخذ موقفا، فيجد من يسانده ويسهل له ذلك الشيء. وأنا أذكر في حادثة ال3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، مرارة وكعب وهلال رضي الله عنهم أجمعين. لما جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله أنا ما عندي شيء ولا عندي عذر، ما كنت أحسن من قبل، أنا أفضل حالاتي، لكني أعجبني البراد وقلت بلحقكم وكذا، لكني ما عندي عذر يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم سامح كل من قدم عذرا ولو كذب، سامحه النبي صلى الله عليه وسلم. كعب لا، جاء وقال: يا رسول الله أنا ما عندي عذر، الصدق ما عندي عذر. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل تبسم تبسم المغضب، يقول كعب: فرآني فتبسم تبسم المغضب. شفت اللي بيجيك واحد يقول لك أفا غيرك يسويها، أفا يا كعب، يقول: رآني فتبسم تبسم المغضب. يقول: فلما قلت بعذري وانصرفت التفت إلى الصحابة وقال: أما صاحبكم هذا فقد صدق. طيب إيش العقوبة؟ 50 يوم ما حد يكلمه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلها أن لا تكلمه، يمشي ما حد يرد عليه ما حد يرد عليه السلام. مش أنت أحيانا ترسل واحد رسالة واتساب يطلع صح واحد تنجن تدق عليه، وين العالم ذي؟ أيام لخبطة العيد تحس أنك منفي، ناس يقومون ناس ينامون، تتكلم أحد ما في أحد. الرجل كان له قيمة في الإسلام، ويمشي ما حد يرد عليه السلام، يدخل المسجد فلا يكلمه أحد. يقول: فأنظر إلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، بس رد عليه السلام ولا لا؟
بشوف ما يرد عليه السلام. القرآن يصف هذا المشهد: ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم. ما ضاقت عليه، يعني أنت ممكن تروح المناسبة ضخمة، وإذا دريت فيها فلان ولا فلانة كل العالم اللي فيها وكل هذا المكان متسع يضيق بك وتمشي. المدينة ضاقت عليهم 50 يوم. يقول: فذهبت إلى ابن عم لي وتصورت البستان، قلت له: يا فلان أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول: فما رد علي. قال: أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول: ما رد علي. يقول: أقول الثالثة: أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. يقول: فأنزل من البستان وأنا أبكي خلاص. ثم يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يطلب من زوجته ألا تكلمه. وهنا لفتة جميلة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ مقام الطبع والطباع والعلاقات الأسرية. ما أمرها هو عليه الصلاة والسلام كما أمر أهل المدينة كلهم وخاصموه: زوجتك علاقة بينك وبينها، أنت اللي تأمرها، ما يجيها الأمر من برا. فأوصاه قال: لا تكلم زوجتك، قل زوجتك لا تكلمك. ما عاد في أحد يكلمه في هذه اللحظة، في هذه الأزمة، في هذا الضيق، في هذا الضنك، في هذه المشاعر، في هذا الخوف، في هذا الارتباك، في هذا النفي، في هذه العزلة الكبيرة. يأتيه، شوف في لحظة الأزمات شلون يأتيه رسول من الغساسنة التابعين للروم، ويقول له: يا كعب. أين كعب؟ أين كعب؟ فيشير الناس إليه. قال: هذه رسالة جايك. يفتحها كعب وإذ بها: لقد علمنا أن صاحبك جفاك، الحق بنا نواسيك. الآن الروم تاركين أشغالهم وجالسين يبحثون في شبكة العلاقات أي توتر فيها، هذه فرصة أن ناخذ واحد. في الأزمات أبناء البلد إذا لم يحسنوا ردات الفعل يتحولون إلى أعداء. فجاءته الرسالة: لقد علمنا أن صاحبك جفاك، الحق بنا نواسيك. ما قال: أوف خليني أروح أوريها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ترى أنا مش أي واحد، شوف علي طلب، أنا ترى مطلوب، الحقوا علي. لا، ما قال تدري شلون، خليني بكرة، تعال بكرة خليني أتأملها. لا لا، قطع على شيطانه وشيطان نفسه. يقول كعب: فلما قرأتها قلت وهذه من البلاء، الله بيختبرني زيادة. يقول: فيممتها وسجرتها التنور، رميتها في التنور وحرقتها. هذا هو الانتماء في لحظة الرخاء. كل إنسان منتمي. في لحظات الشدة والارتباك يظهر معدن الإنسان وينجح في الاختبار ويعود إلى شبكة العلاقات سالما وإلى مدرجها آمنا. إذن العلاقة مع الله التوحيد، العلاقة مع النفس التزكية، العلاقة مع الآخرين العدل والإحسان، العلاقة مع الوطن هو الانتماء. الانتماء يعني عمر رضي الله عنه يقول: لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. 3. لولا محبة الأوطان لخرب بلد السوء. إيش يقصد؟ يقصد رضي الله عنه أن ثمة بلدان شديدة الحر أو شديدة الوعورة أو شديدة البرد أو شديدة الحشرات، ما أحد يقبل يسكنها، مي بزينة، ولأن أهلها يحبونها لا يعدلون بها شيء. يا واحد يروح أوروبا ثم يقول: بس يا جبل ما أدري إيش عندكم جبال الحشر، أي يا جبل ما أدري إيش، لا تسبب لنا مشاكل يا شيخ. أنا من اليوم يقول لي ترى في جبل، في سهل وفي سهل، كذا هي جبل وسهل وبحر. آسف.
آسف. ما الذي يقصد؟ يقول الشاعر: وكنا ألفناها ولم تك مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. بس عشانها وطن تحبها. إذن عشان يكون لك دور، أنت لما مرة أخرى إيش علاقة حب الوطن لما تسير عكس تيار الناس أنت تبغض ولا تستطيع المسايرة وتصبح إنسان سلبي. وتشوفون أحيانا اللي عنده بعض سلبي، وإذا تكلمنا سلبي، وإذا لا. وسبحان الله، سبحان الله، من قل إسهامه في أي شيء في وطنه أو حتى في رحلة كشته، رحلة غوص ولا رحلة، من قل إسهامه كثر على بلده سهامه في أي شيء، حتى في طلعة عادية. لما ما تجيب أنت أي شيء، ما تجيب أي شيء، أنت جاي تأكل، اللي جايب قهوة، اللي جايب شاي، اللي جايب، تلقى الواحد ينقد بس حالي مالح مر مدري إيش، وين التكية، ما جبت تكيات، وين كذا وين كذا. ما عندك إسهام تكثر السهام. لما أنت تسهم يا أخي تصير إيجابي، يصبح قطعة منك، يهمك كثير أن ينجح هذا الشيء. فالعلاقة مع الوطن قائمة على الانتماء. ثم العلاقة مع الشيطان، هذه العلاقة كم؟ 5. العلاقة مع الشيطان في زمن الماديات، اللي لو تقول أنت الواحد بينه وبين شخص أو بينه وبين زوجته مشكلة، تقول له تعوذ من الشيطان، قال لي أبغى حل ثاني. إيش الحل ثاني؟ الشيطان أكبر عداوة هي فاتخذوه عدوا، إن الشيطان كان لكم عدو. ما يكفي تعرف، لازم تقرر، لازم يكون عندك موقف. فاتخذوه عدوا. طيب ليش يا ربي؟ لأن أعظم مشروع للشيطان هو إحنا، وقالها لقد أيس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب شو الحل؟ ما راح نشرك بإذن الله كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن في التحريش بينهم، والله ما خليهم يهنون. كل يوم يعقد مؤتمر إبليس، كل يوم يعقد مؤتمر ويقول: أنت ايش سويت؟ يقول: أنا والله ما تركته حتى زنى، إليك عني. وأنت؟ قال: ما تركته حتى سرق، إليك عني. وأنت؟ قال: ما تركته حتى طلق زوجته. فيضمه ويقول: أنت. العلاقات مشروع كبير عند الشيطان، في غياب تام عن استشعارنا لدور الشيطان. جماعة، الشيطان في التحريش غير طبيعي، في إفساد العلاقات غير طبيعي. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. مش حسن، لا، لازم تنتقي معجم ألفاظك تجي تتكلم أحد أحسن شيء. ليش يا ربي؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. ميدان الشيطان في هاللقطات، في الكلمة اللي ما حسبت حسابها، يجي ينفخ في قلب صاحبك، وفجأة غادر المجموعة، طلع من الجروب. إيش فيه النفسية؟ لا، مو بنفسية. أنت تحدني على الردى ثم تلومني على ردة الفعل. شوف الكلمة اللي قلتها، أي بس عادي. لا، مو بعادي. إن الشيطان ينزغ. جاء الشيطان فأفسد ما بينكم، فأنتقي كلماتي أسد على الشيطان. وذلك جاء ذلك الرجل وقال: يا فلان، إن فلان يتحدث عنك. قال: والله لأغلبنك. قال: ماني برد عليه. لأغلبنك أنت اللي جاي النمام، وشيطانك، وشيطانه اللي خلاه يتكلم عني، وشيطاني. هذا وعي. لازم ندرك يقينا أن الشيطان حاضر معنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجري ابن آدم مجرى الدم. هذا الشيطان أعلن في أول حواراته مع الله سبحانه وتعالى ويقول: لأحتنكن ذريته. إيش معنى أحتنكن؟ يعني زي الحنك، زي الخطام حق الخيل، أركبه كذا أوديهم يمين أوديهم يسار، أوديهم يمين ويسار. لأحتنكن ذريته. شيء غير طبيعي من عداوة الشيطان. ولي محاضرة كاملة اسمها قصة الشيطان، بس عشان نفهم يعني شيء مخيف. أبعطيك مثال.
بسم الله، أول ما تطلع إلى الدنيا ليش الواحد يصيح؟ ليش يصيح الواحد؟ نخزه شيطان. هذا يعني بدأ الجيم. الآن تعال أول ما تطلع طق، تعال أول لحظة تخرج فيها إلى الدنيا تبدأ المعركة. هذا واحد. اثنين، أصلا أنت قبل لا تطلع معركة النوم هذه اللي أبوك وأمك في معركة. أبوك ولا أمك إذا ما ذكروا الله عقد الشيطان على أذانهم، ما صلوا يبول في أذنه ويبات في خيشومه. هذه اسمها معركة النوم. النوم لوحده في معركة. بس لا نخاف، يعني آية الكرسي مع آمن الرسول وتقاردين اثنين عندك، وش أنت خايف؟ لازم نستشعر ترى أنت لست وحدك. لست وحدك، في شياطين، في عالم ملائكة. الله عز وجل يقول معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات، الملائكة تحميك، لكن لازم أنت تحسن ضيافة الملائكة. ما في كلاب، ما في صور معلقة، ما في كذا، ما يزعجها، ما في بصل، ما في. فقصة العلاقة مع الشيطان قائمة على العداوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني شوفوا المشهد، الصحابة جالسين فتأتي جارية صغيرة تبي تاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك يدها. اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش المشهد، ايش القسوة، خليها تاكل، ويبعدها. ويأتي الأعرابي يمشي من بين الناس ويمد يده، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده. طيب وين الكرم؟ ما يبغى ياكل، وين الكرم؟ كيف؟ ترى هذا في صحيح البخاري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للصحابة لأنهم استغربوا كما استغربنا، ويقول إن الشيطان أراد أن يشارككم في أكلكم، بس أنتم سميتوا، الصحابة سموا، ويبغى ياكل، فأتى بهذه الجارية ما تسمي، فأراد أن يأكل من خلالها فمنعته. ثم أتى بالأعرابي وأراد أن يأكل من خلاله. والله والذي نفسي بيده إن يدي لفي يدها، يعني أنا ماسك يد الجارية والشيطان ماسك يد الجارية، أنا أمنع الشيطان. حضور واضح جدا في حياتنا. إذا دخلت البيت، إذا ما سميت دخلوا معك. طيب إذا سميت قالوا، إذا ما سميت قالوا ضمننا المبيت. طيب إذا ما سميت الأكل ضمننا العشاء. إذا جيت تطلع في ناس يحترونك برا. لازم تقول دعاء. تروح المسجد في واحد يجي كذا وينفخ جلكم الله في دبرك عشان يشكك إنه طاهر لما أنت بطاهر. تدخل في المسجد يدخل من بينكم، يعني الفراغات هذه كصغار الغنم من هنا ومن هنا. في المسجد يلاحقك. في دورة المياه الخبث والخبائث. دعاء دخول البلد، اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين. في غرفة النوم دعاء الجماع، سطر واحد مرتين يتكرر فيه الشيطان، اللهم نجبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني. حضور الشيطان كثير في حياتنا. أيضا في مشاكل مع الآخرين لازم استحضر هذا الشيء، أنه ينفخ جمرة المشكلة، ينفخها. لازم استعيد، لازم اتعوذ من الشيطان وأقول أذكاري وأقول. إذا العلاقة مع الشيطان قائمة على العداوة. ثم نأتي للعلاقة مع الكون. لما أطلع وأشوف الموية والشجر والزرع والحيوانات وكذا كذا، العلاقة مع الكون قائمة على التسخير، بمعنى أن كل هذا مسخر لي، وأنا يجب أن أحافظ عليه لمن سيأتي بعدي. لا تسرف ولو كنت على نهر جار، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترى في غيرك، فأنت تكون راقي بهذه الطريقة. وتشوف أنت أحيانا يعني الناس تؤذي بعضها البعض، أنها تقوم يعني يجي للمكان يتعامل مع المكان أن هذا أنا وما بعد الطوفان، يقوم يخليه خربان ويخليه. لكن لو استشعرنا أن هذا كله مسخر من الله عز وجل حتى نعيش في هذه الأرض، لأحسن الوفادة على هذا المكان، وأحسن لمن سيأتي بعده. ففهمك للعلاقة مع الكون يعزز فهمك للعلاقة مع الآخر،
وهذه العلاقة مع الكون قصتها طويلة ولها تفاصيلها. رقم كم الآن؟ 7 6. العلاقة مع الدنيا، اسمعني بقلبك، العلاقة مع الدنيا قائمة على الابتلاء بس. هي دار ابتلاء يا جماعة، ليست دار جزاء. ترى جدا مهم هذا، هي دار ابتلاء ليست دار جزاء. أنا أذاكر وأصلي ورسبت وفلان ما يصلي ونجح، من قال لك إنها دار جزاء؟ من قال؟ الظالم يقتص منه ولو بعد حين، ما هو بصحيح. يقتص منه نعم، لكن ليس في الدنيا أحيانا، ممكن في الآخرة. مش ممكن، أكيد في الآخرة. ليس الدنيا دار ابتلاء. لما تفهمها ترى ما عاد تطلب من الناس شيء، ولا عاد تتعامل مع الله عز وجل تعامل أسهم وشركة، أنا قدمت أبغى آخذ الآن. لا، هي دار ابتلاء. الله عز وجل يبتلي الفاشل الصالح بنجاح الفاسد الفاجر. الله يبتليك وأنك تشوف السيئين ناجحين وأنت اللي في سجادتك ومحرابك وبار بوالديك تفشل. الدنيا دار ابتلاء، ليست دار جزاء. الصدق منجات، أنا صدقت كلهم نجحوا اللي كذبوا وأنا رسبني الدكتور لأني صدقت. من قال الصدق منجاه، لكن ليس في الدنيا، في الآخرة منجاه. لازم نفهم هذا الشيء. الدنيا دار ابتلاء، ترى بتهون عليك كثير من الأشياء، بتخليك تأخذ وترمي بعدين، ما تقتص من أحد في الدنيا بعدين، وما ترجو من أحد شيء بعدين. ليش الإحباط يجي الناس؟ عندما نتوقع أن الدنيا دار جزاء ونعطي نعطي 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 نعطي، وبقدر عطائك ترتفع، فيكون ألم السقطة أكثر لأنك ترقبت. هل التعليم يتوقف، أو هل للعلم نهاية، ولا المفروض أني أعيش طول عمري أتعلم، ولا المفروض أن طول عمري أعيش أقرأ، ولا طول عمري أدرس؟ هل التعليم يتوقف؟ لا طبعا، هي تعتمد على الإنسان نفسه. بمعنى خلينا نفترض الإنسان عنده 3 أكواب، في كوب مقلوب فما تقدر تحط فيه شيء، ما تقدر تضيف له شيء، وفي كوب ممتلئ أيضا ما تقدر تضيف له شيء، وفي واحد ما أعطاك كوبه. ولذلك السلف يقولون لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. هذا اللي قالب الكوب هذا مستكبر، ولا يرى أنك ممكن أن تضيف له شيء، فيقول أنا ما أحتاج أتعلم، فهذا مستكبر. هذا لا يتعلم، المستكبر لا يتعلم، والمستكبر لا يعترف بجهله، وبالتالي تزداد مناطق الظلام المعرفي عنده على حساب نور العلم اللي ممكن يستفيده. الأمر الآخر هو اللي يشعر بالاكتفاء، صاحب خبرة، عنده خبرة معينة وكذا، أو صاحب منجز. أحيانا يكون نجاح هو سبب في عدم التعلم. تيجي تقول له مثلا واحد، تخيل واحد يبيع ويشتري وعنده أرباح، تقول له احضر دورة في التسويق، يقول قاعد أربح أنا، فهو ما راح يتعلم، لأن سبب عدم تعلمه هو النجاح، هو النجاح بحد ذاته. هذا اللي ممتلئ كوبه، هذا المعجب. فالكبر والعجب أحد أهم أسباب عدم رغبة الإنسان في التعلم. رقم 3 المستحي، اللي وده يتعلم بس هو مستحي. في القاعة عند السؤال لكن لا يستطيع أن يسأل، أحيانا يتوه في الشارع لكن لا يريد أن يسأل، يقول خلني أنا أتوهق وأضيع، فضلا أني أحسن من أني أسأل وأتفشل ولا. هؤلاء لا يمكن أن يتعلموا. فهل العلم يتوقف؟ لا، العلم لا يتوقف، لكن ثمة أشياء ممكن أنها تفسد على الإنسان رغبته في التعلم. قلنا واحدة منها الكبر، واحدة منها العجب، واحدة منها الحياء، واحدة منها هو المنصب. ولذلك عمر رضي الله عنه كما روى البخاري يقول تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا. طيب ليش؟ لأن الإنسان إذا صار في منصب يستحي أنه يتعلم، يأنف أنه يروح ويسأل ويثني الركب ويحضر دورات، يقول أنا أحضر مع مبتدئين ولذلك يبحثون عن الكوتش، عن التدريب الشخصي، ابتعادا عن المناطق اللي ممكن يشوف فيها
يعني إذا هو يعتبر نفسه من النخب أنه يشوف فيها عامة الناس، فهو لا يريد أن يتعلم بهذا السبب. ثمة إذن عامل رابع شخصي عند الإنسان. ولذلك علق البخاري على مقولة عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا، خلاص وبعد أن تسودوا. لذلك تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبر، ما كانوا على صغر لما تعلموا. الإمام أحمد كان يطلع من حلقة إلى حلقة في الجامع، وكان حاط في يعني تحت إبطه نعليه، ويقولون يا إمام إلى متى؟ إلى متى رايح جاي وأنت إمام أهل السنة والجماعة؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني ما يتوقف العلم. ابن المبارك رحمه الله الرجل الكامل، شاعر كريم شجاع فارس وعالم أيضا، يتنقل بين حلق العلم ويقولون إلى متى؟ فيقول لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. ففكرة أني أتوقف عن التعلم ما شك أنها فكرة خاطئة، لكنها في الوقت نفسه هي فكرة غير منطقية على أرض الواقع، لأن ثبات المعرفة مع تغير الواقع يجبر الإنسان أن لا لازم أنه يتغير وفقا لتغير الواقع. خليني أسأل بنقطة، يعني دائما حتى أبائنا أول يقول لك اللي علمك السوق أو انزل السوق وتعلم، وكثير منهم فعلا كانوا ناس يعني علامة، يمكن تعلموا مدرسة الحياة أقرب إلى هذه الجملة اللي كنا دائما نسمعها بشكل كبير. البعض يعتقد أنه أنا اليوم عشان أتعلم لازم يكون عندي كتاب وقاعد أقرأ، ولا أني أقعد مع على قولتك كوتش، ولا أقعد والله مع. الآن هل الصحيح في كلمة تعلم أني أنا أجي أقول والله باخذ كتاب وأقرأ، ولا والله أروح لمدرب، ولا أجلس في فصل كذا وفي مجموعة تعليم، ولا المفروض أنه الحياة مدرسة، وأيضا السوق مدرسة، وأيضا التجربة مدرسة؟ يعني سمعنا يمكن كثير من الحوارات اللي صارت ما بين أنه الأكاديميين ما يعرفون ينفذون واللي معه. كيف نفصل ما بين هؤلاء الاثنين؟ وهل نطلق على الاثنين نفس الكلمة؟ يعني اثنين نقدر نقول عنهم تعليم؟ نعم، هو تعلم. التعلم فيه 3 تقريبا مصادر. في المصادر المفتوحة أو المصادر الصلبة، مثل الكتب، مثل الدورات، مثل المسموعات، مثل المقروءات، أنت وطريقتك في التعلم. في ناس ما يقدر يقرأ كتاب، في ناس يحب يسمع كثير، في ناس ما يقدر يسمع، حتى لو سمع تلقى مع قلم ورقة ويدون ويسجل وما إلى ذلك. في ناس يحب يتأمل، في ناس يحب يلتقط ما يهمه فقط، تلقى يقلب في الكتاب، يقلب في الدورة، يسرع، يبغى يسمع ما يهمه فقط. ففي المصادر الصلبة هذه، المعلومات، المجلات العلمية، الكتب، الرسائل، أيا كان. ثمة مصدر معرفي آخر، وهو المصدر المعرفي الأكثر التصاقا بالواقع، وهي تجارب الآخرين. منها المختص. أحيانا أبغى أتعلم أقرأ من كتاب، طيب قرأت كتب كثير وسمعت محاضرات كثير، باقي حاجات ما أستطيع أني أنا أجدها في الكتب، أذهب للمصدر المعرفي الثاني اللي هو المختص، أروح المختص. فكرة المختص هو صاحب الشهادة، لأن عندنا مختص وعندنا خبير وعندنا مهتم. المهتم صاحب ميدان، الخبير صاحب تجربة، المختص صاحب شهادة. طيب المختص صاحب الشهادة هو الذي يتحدث بمناهج العلم عن العلم وبأدوات العلماء في هذا العلم. الخبير لا، تلقاه يقول لك وش اللي يشتغل واللي ما يشتغل في كلام المختصين، لأن صاحب تجربة، صاحب ميدان، فيقول لا يهمك كذا، لا يهمك كذا، هذا يمشي وهذا ما يمشي. المختص اللي ما نزل للميدان ما يستطيع أن يراهن على هذه الفكرة. لما تقول له تنفع يقول لك ما أدري، هو يعطيك القواعد ولا يستطيع أن يعطيك استثناءاتها. الخبير هو الذي يستطيع أن يحدثك عن استثناءات تلك القواعد. فأنا عندي الآن مصدر معرفي ثاني اللي هم الناس. واحد عندي خبير أقدر أسأله وأقدر أوصل للمختص وأقدر أروح للمهتم. عندي رابع يعني اللي هو المستشار. الاستشارة هي عبارة عن يعني وسيلة أو قالب هؤلاء كلهم. أنا لما أجلس مع أستشير المختص أو المستشار أو الخبير أو المهتم. رقم 4 أسأل الناس الناجحين في هذا المجال، هو ناجح، وأسأل المتضرر، وأسأل المستفيد في هذا المجال. هذا كلها أشياء معرفية، كلها هذه تعطيني كلها أشياء معرفية. فعندي مستفيد وعندي متضرر من هذا الشيء،
وعندي ناجح في هذا الشيء وعندي فاشل في هذا الشيء، كلها أستفيد منها. هذا مصدر معرفي ثالث، اللي إذا قلنا الأول الصلبة، الثاني تجارب الناس، الثالث التجربة الذاتية. أنا لما أمشي في موضوع معين قرأت فيه كثيرا واستشرت فيه كثيرا وبدأت فيه قليلا، هذه التجربة البسيطة هي تساعدني في أني أكون قواعدي الخاصة فيني، اللي من خلالها أقدر أتحول من متلقي إلى ملقي، من إنسان قاعد يعني عند تجربته الشخصية إلى مصدر لهذه التجربة. هناك يعني خلينا نقول موجة كبيرة في تضعضع اليقين فيما هو متاح ومبذول، تضعضع الثقة فيما هو مشاع. صح. بمعنى أني ألقى شيء في الإنترنت، ألقى شيء في اليوتيوب، ألقى شيء، تجد أن الإنسان يجي يسألك يقول لك أبو سعود أنت إيش رأيك؟ نزهد إحنا بالمعرفة صدق. أي تجي تلقى الواحد يتكلم عن نظريات ويتكلم في الاتش ار مثلا، يتكلم يقول كلامك صح بس أبغى رأيك أنت. ترى تبري من الإشارة أنا. ليش؟ تبريت منها. إيه. فالآن الناس من كثرة المصادر المفتوحة أصبح يريد تجربة ذاتية لشخص جرب، فما أستطيع أني أجي أحرم الآخرين من أن يصدروا معرفتهم ولا أن يتلقوا معارف الآخرين. لا، هذا مصدر معرفي جيد، لكن مهم جدا وأنا أتلقى تجربتك يعني الثرية جدا، يجب أني أخذ في الاعتبار أنها تجربتك. لك عواملك، لك ظروفك، لك قدراتك، لك تحدياتك، لك قدر الله عز وجل لك. فما أقدر أنا أني أخذها نفسها وأقول ليش ما نجحت. وذلك كانوا يقولون فيه واحد قاعد يبيع كتاكيت، ويقول هذه كتاكيت بترقص، فحطها كذا ومشغل يعني أغنية لها وقاعد الكتاكيت ترقص. يعني يشوفون الناس مبسوطين، جو اشتروا منه، كلهم جو اشتروا منه. واحد من اللي اشتروا وراح البيت جابها العيالة، تعالوا جمعهم حطها عند الطاولة، وبعدين قال بوريكم الآن الكتكوت هذا بيرقص. شغلوا له أغنية ما رقص، شغلوا له نفس الأغنية اللي كانت عند البائع وما رقص. قال ناظر عيالي، قال اعتزل الفن هذا الأشياء، ايش اللي صار يعني؟ اي مو في المود. بعدين أخذ الكتكوت وراح البائع، فما لقى البائع، لقى الناس كلها جاية بكتاكيتها، كلها توقفت عن الرقص. فبدأوا يحللوا الموقف، اكتشفوا أن أصلا هو جايب الكتاكيت وحطها على صاجة حارة. الصاجة الحارة هي اللي تخلي الكتكوت يرفع رجوله يمين ويسار ويظهر لك أنه يتراقص. الناس أخذوا الكتكوت والسر كان في الصاجة. أنا ممكن أخذ تجربتك، بس السر في إصرارك، في قوتك، في تجارب الفشل اللي أنت ما قلتها لي أصلا. أنا أخذت قواعدك وتجربتك ورأيك، بس ثمة قدر من الله سبحانه وتعالى لك، ثمة تيسير، ثمة توفيق، ثمة خبيئة بينك وبين الله عز وجل، ثمة تدعو لك وأبو يحفزك. هذه ما أدري عنها، هذه الصاجة اللي أنا ما أخذتها، وبالتالي لما أخذت تجربتك وحاولت أني أجرب لقيت أنها ما انفعت معي. ولذلك هذا مصدر معرفي ثالث. باختصار هي كلها مصادر معرفية، لكن بعضها موثوق، بعضها أثره تدريجي، بعضها وعر وعميق، بعضها سهل، بعضها تكاليفه فاتورته غالية جدا. مثل اللي يقول أنا أبي الحياة تعلمني، أو بتعلم مخبار مثلا. لما يجوني بعض الشباب مثلا اللي مثلا ما وفقها الله في الجامعة مثلا، أنا دائما أقول الجامعة هي الطريق الأقصر والأسهل للنجاح. 3-4 سنين تتوظف، تتخرج، بعدين تتوظف بإذن الله تعالى. فهي الطريق الأقصر، لكن ليس الطريق الأوحد ولا الأمثل. طيب ما هو الأمثل؟ أنك تجرب. هذا الطريق مكلف جدا، لكن إذا دفعت تكاليفه هو مرضي جدا بإذن الله تعالى، والنتائج فيه تدريجية وليست سريعة. نعم، ثمة معرفة في المدارس، لكن أيضا ثمة معرفة ثرية جدا في المجالس. صحيح. اليوم خليني أسألك، يعني سيد ياسر اليوم، أو خليني أقول أبو بدر، اليوم كيف يتبنى الشخص فكرة التعليم كنمط حياة؟ هل أنا يعني بمعنى ما يقوله أستاذ ياسر اليوم أنه قاعد أنا طول عمري أتعلم؟ المفترض نعم. المفترض التعلم أن يكون نمط حياة، مثل أن الرياضة نمط حياة. لا يتوقف الإنسان عن الرياضة لأنه يشعر بالصحة،
ليس بالضرورة. وبالتالي لا يجب أن أتوقف أنا لشعوري أنني لا أحتاج لمعرفة إضافية. في سبب مهم جدا يجعل الإنسان يعني يتخذ قرار أن التعلم هو نمط حياة، حتى لا يتآكل، حتى لا يتراجع، حتى لا يتقادم، لأن الناس قاعدة تمشي ولا يوجد ثبات. ما في من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في حد يثبت. فأنا إذا ثبت تقدم غيري، أنا في الحقيقة قاعد أتراجع. بعض الناس مثلا تشوف اللي مثلا يأخذون الدكتوراه مثلا، هو مجرد ما يحصل على اللقب يتوقف عن الطلب، أخذ شهادة حطها، لدرجة بعضهم حتى كتبه حقت رحلة الماجستير ورحلة الدكتوراه يحرج عليها ويبيعها في الكتب المستعملة لا عودة، لأنه يرى أن الدكتوراه هي منصة وظيفية فقط لزيادة راتب أو وجهة اجتماعية أو غيره. لا، الأصل أن المعرفة تكون نمط حياة، وأن التعلم يجب أن يكون نمط حياة. خلي أعطيك مثال. الآن أنا متخرج لسنة متخرج. الفجوة بيني وبين اللي قاعدين يدرسون في نفس تخصصي في الجامعة يمكنها أصبعين. يعني التحديث في العلم ليس سريعا. صح. بعد سنتين صار الفرق اللي بيني وبينهم 3 أصابع معرفية. طيب بعد 4 سنة، بعد 16 سنة وأنا في المهنة، صحيح أنا خبير، بس أنا الوظيفة تمشي كذا، السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، أنا هنا 16. أنا في السنة الأولى الفجوة بسيطة، في السنة الثانية الفجوة أكثر. بعد 10 سنوات ما أعرفه عن تخصصي، الطالب اللي يدرس في الجامعة أو المتخرج من الجامعة حديثا يعرف أكثر مني بكثير من حيث تحديث المعرفة. طيب هذه الفجوة أردمها بماذا؟ بالتعلم، بالقراءة، بالدورات التدريبية، بمجالسة الخبراء، حتى أستطيع أني أواكب وأحدث المعرفة بشكل مستمر. أمر مهم جدا. طيب إحنا نقول يكبر الإنسان. طيب إذا كبر الإنسان يتحول من مرؤوس إلى رئيس، ومن تابع إلى متبوع. أحد أهم الأشياء اللي تجعل منك إنسان له قيمة ومميز ومؤثر هو أن تتميز في نقاط تميزهم. فإذا أنت بتقود مجموعة من المبرمجين مثلا، ويعرفون أن عندك شغلات ما تفهمها في البرمجة لأنهم هم أخذوها وأنت ما مرت عليك في دراساتك السابقة، لا شك هذا يقلل من حظوتك في أعينهم. وذاك أنت لا تستطيع أن تقود من هو أكفأ منك إلا إذا سلمت له بذلك، لا بأس. وذاك جزء مهم جدا من أنك تكون قائد، سواء في بيتك كأب أو في وظيفتك أو في أي مكان، هو التحديث المعرفي المستمر، لأن الإنسان عدو ما يجهل. ولما تكون قائد وتنقصك معرفة يصيبك ما يسمى بالشلل القيادي، لا أنت بقادر تمشي ولا تبغاهم يشيلونك، لأن الحين صار في جديد وأنت ما تدري عنه، فيجيك هذا الشلل، ما تقدر تمشي ولا تتحرك ولا تبغاهم يساعدونك. أعطني يدك، لا ما أبغى، ما حد يلمسني. طيب إحنا تعطلنا اللي تعطلك، وبالتالي يلفظك الواقع ويتجاوزك السياق. التعلم هو نمط حياة. خلينا نروح لمجال ثاني بدر. اليوم وأنت مدرب، يعني عشت تجربة ولا زلت تعيش هذه التجربة. اليوم قطاع التدريب هذا، كثيرا أنا قابلت ناس في قطاع التدريب الكل يشتكي، عندهم مثلا معوقات، عندهم مشاكل، وهذا طبيعي يعني في أي قطاع. لكن اليوم لو بسأل إيش أهم التحديات اليوم اللي نعيشها في قطاع التدريب؟ مدربين واجد، واحد 3 سنين صار مدرب فجأة، تعرفوا قبل يومين واحد مشهور بسوشيال ميديا صار مدرب. صارت بالبساطة هذه إني أصير أنا مدرب؟ طيب خليني بجيها بعد شوي. بأسس لحاجة ابتداء إذا تأذن لي مسعود. تفضل. في يمكن 3 أو 4 إشكالات في مسألة أو تحديات خلينا نسميها في مسألة التدريب. واحد، أن التدريب يعني مطلوب مننا أن يكون عصا موسى. أي واحد صار عنده مشكلة أعطوهم دورة. والتدريب ليس عصا موسى يفلق كل مشاكل المنظمات والكيانات والشركات والمؤسسات والهيئات. لا، التدريب واحد من أبسط وأقل وسائل التغيير. أنا في عالم التدريب ليس كمحاضر، لا، أنا في عالم التدريب، في إدارة التدريب، موارد بشرية، وفي تحليل الاحتياج، في إدارات التخطيط وإدارات التدريب لأكثر من 23 سنة.
فأنا خليني أقول لك في المطبخ، هذا المطبخ يكلف ما لا يحتمل، هو مو بعصا موسى. يعني توماس جيلبرت مثلا عام 1996 لما أصدر نظريته في مسألة ما الذي يمكن أن يغير التدريب، يعني أنا أجلس أقول لهم يلا يا جماعة إحنا الآن في ورشة، أعطوني أبرز مشاكلكم اللي نقدر نسوي لكم دورات تدريبية نحل مشاكلكم فيها. يبدأ يكتبون، يبدأ يكتب 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 يكتب. 98% من المشاكل المعروضة ليس للتدريب علاقة بها، ما يحلها التدريب. ليه؟ لأن المشاكل نوعين، مشاكل تسمى العوامل البيئية وهي متعلقة بالمعلومات والموارد والحوافز والعقوبات. مثال معلومات ما في إرشيف، ما في داتا، ما في قدرة على الوصول، ما في تنظيم معرفي، ما في أحد يعطي أحد معلومات، كل خايف على مكانه. فهذه شلون أقدم دورة فيها؟ هذه أصدر توصية أو نظام لتشكيل هذا الشيء، إدارة معرفة وغيره. طيب في التدريب الآن ما له دخل. 2 الموارد، والله يقول لك إنتاجهم ضعيف، كم المطلوب منهم؟ 1000 معاملة في الأسبوع، كم عددهم؟ 4. طيب زد موظف، يعني ما يصلح تعطيهم دورات أصلا، هذا منهك بالنسبة لهم. فالموارد إما أن تكون خلل في الوظائف، عدد الموظفين، أو الوقت المتاح لهم مطلوب منهم في وقت أقل، أو الأدوات غير موفرة لهم. وبالتالي ما أقدر أقول التدريب الآن يساعد في هذه الإشكالية. ممكن نعم، ممكن إدارة، ممكن ما في سيستم، ما في أداة. طيب 3 العقوبات والحوافز، ناس محبطة جدا، رواتب متدنية، في تأخر، ما في خارج دوام، ما في حوافز، ما في نسب. عطهم دورة في الإنتاجية. طيب أعطيناهم دورة في الإنتاجية ما صار شيء. خسرنا فلوس التدريب، ما ينفع. ما له علاقة التدريب، أنت أصلا عندك مشكلة أصلا في التحفيز، أو مشكلة في العقوبات. اللي يخطئ اللي ما يخطئ عادي، اللي يتأخر اللي ما يتأخر عادي، أصلا مديرهم هو اللي يتأخر. فأعطهم دورة في إدارة الوقت، ما راح يتعدلون. في مشكلة في النظام المحاسبي ونظام الادخار، أعطهم دورة، ما له علاقة. حط نظام عقوبات ونزاهة عالي جدا وتنتهي المشكلة، ما له علاقة. إذن هذه مشاكل لا تتنفس، ما له علاقة فيها التدريب. المشاكل الثانية إذا قلنا عوامل بيئية فيها 3، المعلومات والموارد والعقوبات والحوافز. العوامل الثانية عوامل فردية. عوامل فردية أيضا 3، واحد منها المعارف والمهارات اللي للفرد. هذه واحدة من أدوات التدريب. ترى ممكن أعطيك كتاب تنتهي مشكلة، أعطيك مقطع وتحل إشكاليتك، أجلسك مع واحد من زملائك ويحل لك مشكلتك، أشترك لك في منصة إلكترونية وتسمع وتتعلم وتنتهي. إذن هذا كان التدريب هنا ممكن يحل جزء من المشكلة. 2 الصفات والقدرات. والمقصود بالصفات والقدرات قد يكون الإنسان عنده ظروف معينة. يعني أنا أذكر واحد سوينا دراسة احتياج، يتأخر، أعطوا دورة في إدارة الوقت، أعطينا دورة في إدارة، أعطوا دورة في إدارة الوقت، كلم مديره. السلوك يتعدل، ممكن يتعدل نعم، لكن ما هو باعث هذا السلوك لازم نعرفه. هل التدريب يقدر يحله ولا لا؟ تعال ايش قصتك، ليش تتأخر؟ قال والله أنا عندي أخت لي يعني مطلقة قبل فترة وعيالها عندي، وأنا أركب فيها الصالون وأودي لها المدارس رايح جاي، كل واحد في جهة، وعندي تقريبا 6 7 8 مدارس في عدة أحياء. فهذا ما يعني يقول أنتم تعطوني دورة وأنا عندي 1000 دورة أصلا. 1000 دورة يقصد يعني أروح وأودي وأجيب. هذا لو تعطيه تدريب ولا ما تعطيه عنده مشكلة حقيقية يعني. فإذا ثمة مشاكل في الصفات، في قدرات الإنسان لا يحلها التدريب. رقم 3 في العوامل الفردية اللي هي الدوافع. واحد جاي، واحد تقول له أنت وش وظيفتك؟ أنا مهندس، أنا طيار، أنا فني في كذا. أنت؟ قال أنا قدر الله علي وصرت معلم. يعني هذا واحد يعني ميوله ودوافعه واتجاهاته تجاه الوظيفة يعني هو من الداخل منخور. يعني تعطيه دورة ولا ما تعطيه دورة، هو يرى أنها شيء مؤقت وشيء ملزم به وما إلى ذلك. فهذا كله يدفعنا أن احنا نقول يا جماعة التدريب لا نحمله أكثر مما لا. واحدة من المشكلات أن التدريب يحمل ما لا يحتمل، أنه عصا موسى. 2 أن التدريب ليس له أثر. يجيك أحد يقول والله ما التدريب ما في أثر، وهذا صحيح. ترى يعني الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير ASTD تقول 4% فقط الذين يطبقون كل ما تعلموا في الدورات. وهذا رقم ترى على ما يبذل في التدريب من أموال، رقم بسيط جدا 4%. و20% يطبقون بعض ما تعلموا.
لو نجي نحلله بنلقى ترى في أشياء منطقية في الموضوع. واحد، أعطيك أمثلة بسيطة. أولا نفس المتعلم يعني ثمة إشكاليات في حضور للدورة. واحد منها هو معتقد عن نفسه راحت علي، لن يصلح العطار ما أفسد الدهر مثلا، هو يرى في نفسه أنه خلاص راحت عليه. جدوى التعلم، وبعدين وإذا أخذنا وإذا أصلا كل ما عرفت شيء أعطوك بلشت أنت بمهام أكثر، لا تتعلم أحسن لك مثلا. 3، بعضهم يرى أن الزمن غير كافي، شلون باخذ هذه في 3 ساعات؟ لا أنا أبغى وقت أطول. بعضهم بالوسيلة، أنا ما أبغى حضوري، أبغى أونلاين، ما أبغى أونلاين، أبغى حضوري. فثمة إشكاليات داخل الموظف نفسه هي اللي تتعوقه من أنه يستفيد من التعلم أو لا يستفيد. إذن عندي واحد، هل هناك أثر متدني للتدريب؟ الجواب نعم. 1 باعتبار المتعلم نفسه، 2 باعتبار المدير نفسه. مثال المدير. المدراء في مسألة التعلم على 5 أصناف. في مدير، وهذا يعطي التدريب أعلى مستويات التأثير، هو المدير الملزم. وأنا اطلعت على نماذج ما شاء الله جميلة جدا. كيف ملزم؟ أي واحد يحضر دورة على حساب العمل هو ملزم أن يلخصها وأن يقدمها ل3 4 10 من زملائه. فهو إذا راح هناك للدورة ما راح هو ترفيه وما يبغى يفوته أي شيء، ويقول للمدرب عد وزد وأضيف لي، لأنه متوهق وراه شيء بيقدمه لزملائه. فهذا الآن مدير ملزم لنقل المعرفة، فالتدريب هنا يكون رائع جدا. 2، ثمة المدير المشجع. يجيه الموظف يقول له يا أخي أنا عندي قدمت، أنا حضرت كذا وعارف أكود هذه الأشياء، ولا عارف أتمت هذا الشيء، ولا عارف أسوي هذا الشيء، ولا عارف أنظم. فيقول قواك الله، ويسانده ويساعده ويقلل من مهامه عشان يبدع في هذه الجزئية. فهذا مدير مشجع يساعدنا إحنا في نقل التدريب، أو في على الأقل إحداث أثر من خلال الدورة اللي أخذها. في مدير محايد، أنا ما لي دخل، شغلك أهم شيء شغلك تخلصه، هذه الأشياء ما لي دخل ومسؤولية أنت، فهو محايد. ثمة المثبط، لا، اللي يقول لا توهقنا، أخاف، اكتب مسؤوليتك، أرسل لي إيميل، فيحسس الموظف بالمسؤولية ولا يحامي عنه، ولذلك هو يثبطت، يقول الموظف تدري ما لي دخل. 5 والرافض للتغيير أصلا، لا قال لا تصدق عمرك، أنت أخذت شهادة خلاص وحطها في السي في ولا تشغلنا، بس إحنا ماشيين صح، ولا تخرب علينا الموظفين وما أدري إيش. فهذا أنا ما لي دخل، هذا ليس له علاقة بالتدريب، هذا له علاقة ببيئة التدريب. أضف إلى ذلك الموارد البشرية. الآن الموارد البشرية فيها 5 وحدات مثلا أو بعض النماذجها. عندي اختيار سليم للموظفين، وعندي إدارة التدريب الفعال، إدارة تدريب فعال. 3 عندي التحفيز الفعال. 4 توفير البيئة والأدوات. 5 التقييم الدقيق. فأنا لما تجيب لي موظفين ما اخترتهم بشكل جيد، أنا أتعب في التدريب. هب أنك اخترت من أكافئ الناس وبديت أدربهم، لكن ما في تحفيز، اللي يشتغل ما يشتغل واحد، هنا التدريب يلام. طيب هب أننا اخترنا كويس، دربنا كويس، حفزنا كويس، ما وفرنا أدوات سيستم، ما وفرنا لا سيستم ولا أدوات ولا نظام وبالتالي لم يكن هناك ثمة أثر للتدريب. هب أننا دربنا كويس واخترنا كويس، دربنا كويس وحفزنا وقدمنا أدوات، لكن في التقييم قيمنا بطريقة خاطئة أو ساوينا الناس بعضهم ببعض. أنا كيف أنا في إدارة التدريب أني أستطيع أتنبأ باحتياج الموظفين إذا كان التقييم مش حالك وكل واحد نحاول نرضيه ونعطيه أنا لا أستطيع أني أحمل التدريب كل هذا الشيء. نموذج موسى مثلا في الموارد البشرية أو في التوظيف بشكل عام، القوي الأمين. هذا القوي الأمين يقولك أنا دوري في الاختيار في التوظيف، دوري القوي إني أشوف سيرته الذاتية ومهاراته وخبراته. الأمين أنا ما أقدر أكتشف أمانته وتوجهاته، وهذا يعني جربوا 3 شهور وأنتم المسؤولين. لا، حتى القوي الأمين ممكن يفشل. لماذا؟ في الآية نفسها، إذا احنا بناخذ الآية، يقول الله عز وجل قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب ما نوقف، شوف السياق اللي بعدها، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إذن في تخيير، في تحفيز. أنا بتفق معك، لازم أخيرك، لازم أحفز، في مفاوضات، أي في مفاوضات بالضبط، في عقد بيني وبينك، لا ما في شيء ملزم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين
على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. بيني وبينك تعاقد، وبيني وبينك تراحم وتفاضل، يعني ما ألزمك بشيء، بس في هدف، في هدف، وما أريد أن أشق عليك. ترى أنا ما يمكلفك فوق طاقتك وكذا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ترى أنا كويس وبيئتي كويسة وبعطيك مجال وبخيرك وبحفزك. ترى هذا الذي يصنع بيئة ينجح فيها القوي الأمين. ما أجي أقول قوي أمين وأذبه في مكان ولا يستطيع أنه يعمل ولا يستطيع أنه يتحرك. أمر أخير إذا تأذن لي في هذه الجزئية الثانية اللي هي جزئية الحديث عن الأثر. كريك باتريك لما جاء يشوف العائد من التدريب، يقول لك إحنا والله نصرف كثير على التدريب بس ما في أثر، وبالتالي بلاش من التدريب. كثير من الناس هو لا يقيس أساسا أثر التدريب. هي 4 مستويات. بعض الناس يقيسون ردة الفعل. تنتهي الدورة، الاستمارات اللي تعبيها ما هي؟ رأيك في المدرب، رأيك في البوفيه، رأيك في الدورة، رأيك في المحتوى، رأيك في الحقيبة التدريبية، فيقيس مستوى الرضا، وهذا ممتاز. هذا يقوم به أكثر من 98% من مدراء التدريب. طيب في شيء أعمق منها شوي، وهو أنك أنت تقيس مستوى التعلم. هل تعلموا؟ ويلزم عشان تقيس مستوى التعلم أن يصير عندك قياس قبلي وبعدي، فتسألهم عن محتوى البرنامج قبل لا يدخلون، أسئلة معرفية، ثم تسألهم بعد التعلم نفس الأسئلة وتقارن وتشوف مستوى التعلم زيادة ونقصا. هذا الآن مستوى التعلم. طيب رقم 3، هل طبقوا؟ ويقيس التطبيق. طبعا هل طبقوا؟ كثير مدراء التدريب يظن أن هل طبقوا يعني في الدورة، يعني سووا ورش عمل، يعني يطلعوا وتكلموا، يعني لا، هذا كله تعلم، هذا في المستوى الثاني. هل طبقوا بمعنى في العمل، في بيئات العمل، وعادة هذه تؤخذ في 6 أشهر، يعني تقاس في 6 أشهر، ولأنها تحتاج متابعة وصرف مال وصلاحيات، لأن الصلاحيات معناها لازم أدخل وأقيس التطبيق من عدمه، فكثير مدراء التدريب أصلا ما يستخدمها. 4، قياس العائد من التدريب، الأثر التدريب. أحيانا يكون راضين ومتعلمين من خلال استمارات وطبقوا في بيئة العمل، لكن ما تغير الاحتياج أو ما تغيرت الإشكالية، ما الحل هذا ما قدم إنتاجية أعلى، قلة أخطاء، سرعة في الأداء، لا. ولذلك قياس أثر التدريب لا يتم، لأنه أولا لحاجتين: إما أن يكون التدريب لم يتم قياسه وفق الاحتياج، أو أنه قيس ولكن لم تؤخذ توصياته دفعا للإحراج. لما أجي أنا أقيس أثر التدريب، كثير من المدراء يحرج، يشوف أثر التدريب مرة بسيط قليل جدا، فلا يقدم هذا التقرير لمديره أو للمسؤول، لأن أول شيء بيكلمك حق الميزانيات، وش دافعين هذا المبلغ، بند التدريب لازم نقلله. طيب هذا طبيعته أن أثره يكون ممتد ولا يكون سريع. إذن هذا الثاني. الأول مشكلة التدريب أنه ليس عصا موسى. 2، أن التدريب أثره قليل باعتبار أن نتائجه تدريجية، ولا يمكن تكون نتائجه سريعة وقوية وواضحة وجلية بشكل مباشر. رقم 3، في الإشكاليات، يجيك يقول لك أنتم يا المدربين بياعين كلام، وأصلا كل هذا تعليم. فيقول لي معليش أنت معلم، فأقول له الله يعطيك العافية شكرا، لا بس ترى سامحني والله ما لا يكون جرحتك. أقول ليش؟ متى كان وصف المعلم سبة؟ إيش المشكلة؟ معلم، مدرب، أي شيء، في الأخير أنا أقدم معرفة. يعني يفرق أبو بدر أحيانا الناس ما بين المعلم والمدرب، وأنا من هذه المدرسة، يعني أشوف أنه ممتاز. المعلم مختلف عن المدرب. أنت تحتاج مهارات معينة للمدرب، وإلا كان كل معلم مدرب. ممتاز. تدري اللي يصير يا أبو سعود؟ تأخذ أسوأ لقطة للمعلم، اللي هي أنه قاعد يتكلم والناس ساكتة، بأجمل لقطة للمدرب، ثم يقول شفتوا؟ ترى المعلم يعني اللي علمنا الخط من صح مدرب؟ لا معلم. طيب مو بالخط مهارة؟ اللي علمنا الوضوء مهارة، سلوك، هو معلم. اللي علمنا القراءة معلم، معلم في الأخير معلم. وين الإشكالية؟ إشكالية كالتالي: هو أصلا في تحرير الفرق البسيط بين التعليم والتدريب. أصلا هما هذا المصطلحين، التدريب والتعليم، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. بمعنى إذا اجتمع، إذا قيل تعليم وتدريب،
لازم نفرق بينهم. وإذا افترقا فإن قيل تعليم وأنت تقرأ عن شيء تعليم ترى يشمل التدريب، وإن قيل تدريب ترى معناها تعليم، ترى معناها تعليم. لكن إذا إحنا نبغى نفرق بينهم فإن التعليم يتمركز حول المعلم، والمعلم يفرض، هناك المعلم يعرض، المدرب يعرض والمعلم يفرض. المعلم متمركز حولها المعرفة، المتدرب هناك متمركزة حول المعرفة. هنا يتمركز حول المعرفة، حول المعلومات وإن كان يقدم مهارات، هناك يتمركز حول المهارات وإن كان يقدم الكثير من المعلومات. لكن خلي ناخذ تفصيل بسيط جدا لهذه المسألة. بعطيك مثال. لو جاني ولدي وقال لي بابا أنا ما أعرف أربط الجزمة جلك الله والسامعين، ما أعرف أربطها. فقلت له اسمع يا ولدي، أرفع الحبل هذا يمين يسار، لفهم في بعض، اسحبه وتربط. هذا تعليم ولا تدريب؟ تعليم. هذا تعليم ممتاز. لو أنا جيت ومسكت جزمتي أنا ووريته شلون يربط خطوة بخطوة وربط، هذا تعليم ولا تدريب؟ تدريب. هذا تعليم. لأنه لم يكتسب المهارة. لو رحت أنا قال بقري يسرى ما أعرف أسويها، صح. إذن هو معرفة، أنا قدمت له معرفة، ما قدمت له لم أقدم له مهارة. طيب لو جيت وقفت على راسه قلت يلا الآن أنا معك خطوة بخطوة، هذه مع هذه، هذه مع هذه، هذه مع هذه، وربط الجزمة. طيب اليسرى هذه مع هذه، ورحت وخليته ورجعت مرة ثانية أربطها وسواها كما تدريب. ذكرت له. هذا تعليم ولا تدريب؟ لا هذا تدريب. هذا تعليم تطبيقي. أيضا هذا ليس تدريب. التدريب نقل مهارة، بمعنى أنه يستطيع أن يربط هذه الجزمة بنفس ما علمته الوردة حقتي وبطريقته الخاصة وجزمات أخرى. لما تنتقل المعرفة إلى سياقات مختلفة الظروف والشروط وبأدوات مغايرة، هنا انتقل من كونه تعليم إلى تدريب. ولذلك أزعم، يمكن هذا بيزعل كثير من زملائي، أزعم أن الكثير مما يقدم هو تعليم وليس تدريب. هو تعليم وليس عيبا. ليس يجي واحد أنت بيع كلام أنتم معلمين، أنت تعليم، وش الإشكال؟ يعني بمعنى التدريب مثلا، التدريب من الحرب العالمية الثانية بدأت فكرة التدريب. كيف بدأت بطريقة تالية، أن في خبير وفي قدامه 5 جنود يعلم شلون يفك السلاح وينظفه، ثم يشرف على كل واحد لأنهم 5، فيأخذ مع كل واحد وقت أطول، فيتعلم تنتقل له المهارة. لما جاءت الحرب العالمية ماتوا الخبراء لأنهم في الميدان ينزلون، وصار في تجنيد، فصار في عدد أكبر، فصرت أنا قدامي 5 جنود، لا صرت أنا آخذ جنود زميلي اللي توفى في الجبهة أو اللي انشغل في الجبهة، فصار عندي 5 وأضيف لهم 5 ثانية، فصاروا 10 مع جدد أصلا لأن الحرب قائمة، صاروا 30، صاروا 50. فصرت ما حد أقدر أطلع واحد بس وأفك أنا وياه السلاح وأقول شفتوا يلا خلاص أنتم سووا زي كذا. طيب زاد العدد، صار 300 400، حطيناهم في قاعة، شغلنا لهم فيديو شلون ينظفون السلاح. فعندما انتقل التدريب من الجبهة من الميدان إلى القاعة تحول إلى تعليم. عندما انتقل من المصنع على خطوط الإمداد من المصنع إلى القاعة تحول إلى تعليم. طبيعي جدا طالما أن احنا دخلنا قاعة فهو تعليم. ولذلك لما تدخل أي جهة عسكرية بتلقى عندهم ميدان التدريب ومعهد التعليم، كذا مكتوب معهد التعليم، مجرد ما تدخل هذا تعليم، وبرا ميدان التدريب. طيب وين الإشكال؟ كيف نعالج هذه الإشكالية؟ لا نستطيع نعالجها إلا بالتنازلات اللي غير ممكنة. كيف؟ أنا علشان أعطي كل واحد تغذية راجعة فيدباك مباشر فوري ومكثف، لا صح غلط صح غلط صح غلط صح غلط لين يتقنها، أحتاج أن يكون العدد قليل. الآن لازم يعطيك عدد كبير. طيب قلل العدد، يعني أنت عندك 100 موظف، عندك 100 موظف في سكرتارية مثلا. طيب أنت عشان تقلل التكلفة بتخليها 50-50، هذه دورتين. أقول لك لا أنا أبغى 5، يعني بتسوي 10 مرات الدورة، يعني بتكلف 10 أضعاف، أنت بترفض. فإذا قللت العدد زادت التكلفة. طيب إذا قلنا لا إحنا ما عندنا مشكلة، بس خلى على نفس العدد 50، بدل 5 أيام عشان تعطي كل واحد حقه، خلها 33 يوم عشان تعطي كل واحد حقه، فزاد الوقت. لما زاد الوقت على مستوى العالم قالوا يا جماعة التدريب قاعد ياخذ الموظفين عن أعمالهم، المدراء صاروا يحاربون التدريب، المكاتب عندي فضت. فصدر نظام أن لا،
أن التدريب لا يتجاوز أسبوعين على مستوى العالم. خلاص بعد أسبوعين ينتقل من كونه تدريب، من إدارة التدريب تعطيك فيه الأذنات وخطاب الأذن، لا، إلى أن يكون ابتعاث. خلاص هذا أكثر من أسبوعين يروح إدارة الابتعاث. هذا نظام عالمي، أكيد صار له تحديثات الآن. طيب ليش هذا النظام؟ عشان يحلون هذه الإشكالية. إذن عندي عدد كبير، وعندي تكلفة، وعندي وقت، وعندي كمية معرفة. إما أن يقلل من المعارف، وهذه أحد الحلول المهمة جدا، أني أقلل من المعارف خليها كثيفة، وإما أني أقلل من العدد، وإما أني أطول في الوقت، وإما أني أزيد في التكلفة. أبيهن كلهن ما تجي، يبي يصير تعليم، جمعهم، عطهم محاضرة وسيصبح تعليما، ولا يضر أن يكون تعليما. الأمر بسيط جدا. من الأشياء المهمة جدا، يعني بعضهم يقول لك طيب التدريب هذا ما هو مهم، احنا الناس اشتغلت قبل بدون دورات بدون تعليم. لا، مو بالضرورة يا أخي. أنا أذكر يعني خلنا ناخذها من عهد هابيل وقابيل مثلا. يقول لك أول مدرب الغراب مثلا، لما قابيل قتل هابيل ولم يستطع أن يتخلص من جثته، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فأنت قاعد تشوفه وقاعد تطبق زيه، هذا تعليم تطبيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط من أهل مكة، على بضع الدنانير والدراهم لأهل مكة. يقول ابن حجر ويقول الشراح لهذا الحديث، يقولون يكون لهم التمرن عليها، يتمرنون عليها في رعايتها والشفقة عليها وحمايتها من الأخطار، على ما يكلفونه من أمور أمتهم. فهذا التمرن هو نقل للمهارة. بل يعني أعجب من ذلك، أنا يمكن في تراثنا مثلا في السعودية مثلا، كم له التدريب؟ أنا ما كنت أدري يعني، إلين سمعت أبيات لحجاب بن نحيت 1969. يقول في قصيدته المشهورة طرقت باب الهوى أبى أتعرف عليه، واحدة من الأبيات يقول أبي آخذ دورة أبي أتطوع في الحب، آخذ دورة وأتعلم. 1969 كان هذا شائع أن يكون فيه تدريب وفيه تعليم وفيه تطوير وما إلى ذلك. فواحدة من التحديات لما يجي يقول لك والله أنت ما أعطيته مهارة، أنت أعطيتوهم كلام بس كثير. طيب أنت عطني وقت، قلل لي عدد الموظفين المتدربين، ارفع التكاليف عشان أجيب معي مساعدين، قلل كمية المحتوى علشان أقدر أنقل له مهارة بإذن الله تعالى، وأرضيك وأسميه مهارة وتسمى دورة ولا تسمى درس ولا محاضرة وما إلى ذلك. فهذه واحدة من أهم التحديات اللي ممكن يواجهها المدرب. هي 3: عصا موسى، وأثر التدريب، والثالثة اللي هي أنتم بياعين كلام. ممكن أن نقول هذا الشيء.